لو الاول عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. قول الحمد لله صح الحمد والسلامة. انت عامل ايه لله يا حبيب قلبي؟ زي الفل بخير. ايه بقى؟ ايه الاخبار؟ ايه زي الفل مية مية. ايه بقى حابين تتكلموا في ايه؟ كان عندنا البعلاوي كان عنده حبة اسئلة كده وجودية، خلينا نبدأ بيها نسخن بس الاول كده وبعدين نخش في الكلام. الاول كل زي سنة وانتم الفل. طيبين كلكم يا جماعة. ايه هما ايه هما اليومين اللي اقل من 24 ساعة في حياتك؟ ايه ده؟ لا هو فين السؤال؟ ايه؟ اديني مش عارف ايه هما اليومين اللي اقل من 24 ساعة في حياتك؟ اي يومين في حياتي؟ في ايه؟ خلاص خلاص عشان الناس ما تصحش خلينا نرجع. اليوم اللي اتولدت فيه واللي هتموت فيه. لا احنا مش عاملينها فوازير حضرتك، احنا عايزين نتكلم في كلام مفيد. دول لا يعني انت ساعتك بتبدأ بتبدأ لما تنزل. برضه ليه بتاكل مكرونة من غير صلصة يا جدعان؟ في ايه يا نهار ازرق؟ ده انتوا بتنجان. ثانية بس نراجع الصوت تاني. خلينا كده الصوت الطبيعي بتاعي. ما اصل سهلة ماشي. مين معاك؟ عبد الله صديقي. بص، احنا كنا بنتكلم، عبد الله كان بيقترح حاجات. تاريخي لا عشان انا ماليش فيه. اجتماعي ممكن. ديني لا، مش عايزين نتطرق للدين لان انا برضو ما عندي، يعني انا فاهم في الدين بس ما عنديش ريفرنسز او مش عارف ريفرنسز. يعني انا باخد الحاجه بعرفها طب ما ومجرد ما انا نخليهم اعرفها هم خلاص. مثلا ما انت يقولوا ايه شفت لما قلت المفضل لهم، ليهم. قولوا لي انتوا الحاجه اللي عايزين تتكلموا فيها، بيقول لي اليوم اللي ما اعرفش ايه وليه بتعمل المكرونه من غير صلصه وحاجات غريبه كده يا عم. آه ممكن الناس تتكلم او يحكوا لنا بيحبوا يعملوا ايه عادة في العيد او العيد بالنسبة لهم ايه، على حسب طبعا كل واحد ومرحلته السنية المختلفة. يعني كان في مثلا البوست المنتشر اللي الناس اتضايقت منه كتير، اللي هو ما بقتش حاسس بطعم العيد، والناس اللي بتتكلم بالطريقة دي فنوعا انا ما بقى ما فيه هجوم على الكونسيبت ده. فالناس بتعمل اه ايه في العيد عامة؟ ده حلو ده لان انا فعلا امبارح كنت كده. يعني انا امبارح يعني امبارح ما كنتش حاسس ان في عيد يعني وعادي دخلت نمت عادي وصحيت عادي وكل حاجه عادي هو اي نعم انا ما صحيتش بمزاجي لان العيله كلها جت هنا البيت والعيال الصغيره صحوني بس عادي برضو. لو يعني حسيت هي الفقره دي فقره الشويه دول اللي هم جم فيهم بعد صلاه العيد، هي ده العيد بس كده. اه، اللي هي الحبه اللي بيبقوا لايفلي دي وتقابل الناس والصحاب اه اللي هم وتسلم عليهم كله بعد كله الصلاه. كله اتجمع بعد الصلاه وبعد كده خلاص شكرا العيد انتهى بالنسبه لي يعني. مم. اعترض؟ لا ما هو انتوا صحتوني يا كيمو بس انا ما قمتش بس صحتوني. يعني انا فعلا بجد بجد انا حسيت بالعيد، اتبسطت في الحته دي، حسيت ان انا فعلا في العيد انما انا ما قمتش يعني. هي دي البوينت بس. شفت سألت سؤال مهم اهو وما شافوش. نرجع للصلصه فين بس استني. هو سأل ايه؟ اتكلمنا عن ازاي ممكن شاب يكون نفسه في وسط الظروف دي. حلوه دي. حلوه جميله. حلوه. تحب تبدا ولا ابدا انا؟ انا عشان عندي اجابات. ابدأ انت عشان عارف انك يعني انت لسه طازه في الموضوع، او لسه طالع اه من حته الميد بتاعت مرحله السعي، فانا عارف ان عندك كلام كتير. طيب. السؤال هنا: إذا كنت تقوم بشيء لمدة 8 ساعات فهو إدمان، لكن إن أخذت مال مقابل القيام به فيه فهي وظيفة. إيه رأيك في الكلام ده؟ I don't care بالمسميات. يعني حتة هرد على سؤالك يا لينا لأن السؤال ده لذيذ لأن ده كان شغل الشاغل يعني. بس الحتة المسميات دي بالنسبة لي بطاطس وفي الزبالة. لما واحد يقعد يقول لك اعمل كده زي ما تكون بتلعب ليج اوف ليجندز وبتعمل كايتنج، فواحد يقول لك وبعد كده وقفت تضرب واحد. انا عمري ما انسى الموقف ده. لقيت واحد في الشاب بيقول لي نايس اورب ووكينج. يعني ايه اورب ووكينج؟ ما اعرفش يعني ايه هي الاورب ووكينج. قال لي يعني تضرب وتجري، ايوه اللي هو كايتنج يعني. فاللي هو المصطلحات دي بالله واشرب ميتها. انما خلينا نتكلم كلام مفيد يعني. نتكلم حاجه مفيده حقيقيه واقعيه ملموسه عمليه. ده اللي انا ببص عليه. المهم، حتة ازاي واحد يكون نفسه. الموضوع ده بيبقى خلينا متفقين الاول ان هو بيختلف من واحد لتاني، وخلونا نقول الكلام ده في اول الكلام. ان كل الكلام اللي بيتقال هو بيزد عن الاكسبيرينس والبروسبكت والبوينت اوف فيو بتاعتي، سواء انا او عبد الله، بتاعتنا احنا مش انت. بالظبط.
فانت خد كل واحد وتجربته الكلام الخاصه. وولفه وقشره وظبطه عليك انت شخصيا. مش لازم الكلام ده مش ابسوليوت ولا هو صح ولا هو غلط. الكلام ده مجرد شيرنج اكسبيرينس وانت بتاعتك، يعني تاخدها انت بطريقتك، فكر فيها كويس. فحته ازاي واحد يجهز نفسه، خلينا برضو متفقين في البوينت دي ان مش كل الناس زي بعض، وما ينفعش الناس كلها تعيش في الليفل واحد اللي هو سواء ليفل عالي او ليفل قليل. لازم يبقى في كده وفي كده عشان الدنيا تمشي، عشان كله يوصل لنفس المكان وفي نفس الاتجاه. نقطة مهمة دي يا فولدر، إن الشعب المصري بيفرض نوعا ما ستاندرد معين على الجميع بلا استثناء، بغض النظر عن اختلاف الطبقة الاجتماعية أو اختلاف الليفل اوف انكم أو اختلاف الناس دي جاية منين أو خلفيتها حتى الإديوكيشنال إيه. فأنت تلاقي إن كله سواء فوق تحت في النص مطالب يدي نفس الستاندرد عشان يعرف يوصل للمرحلة اللي يكون فيها بيت أو أسرة أو يكون اسمه كشاب كون نفسه. وانا بشوف نوعا ما الموضوع ده انفير، يعني ما تحكمش على نفسك من وجهة نظر عامة من المجتمع على قد ما انت تحكم على نفسك بقدراتك والوسط اللي انت فيه بيفكر ازاي او الدنيا بالنسبة له ايه. حلو. ده الكلام اللي غلاف من بره عشان بس يوصل للناس كلها. بس انا بقى بالظبط. عملت ايه، وهسيبك برضه يا عبد الله تتكلم. بس انا كفولدر اللي انا عملته، انا الاول كنت ماشي بموضوع عشوائي شويه. انا كنت ماشي بكونسبت اللي هو مش انا اللي ماشي بيه بصراحه، يعني اهلي اقنعوني بيه وقعدوا يكلموني عليه، اللي هو خش هندسه خش هندسه. دخلت الهندسه بعد ما مشيت في الكليه وبدات ان انا اسال اللي حواليا وانزل التدريبات للمواقع والكلام ده. اكتشفت ان المهندسين اكشلي مش بياخدوا فلوس، ما بيستفيدوش حاجه. انا بتكلم على حقيقة. المدنيين. حقيقة. على الاقل في مصر، يعني اعرف ناس بره مصر مرتباتهم كانت حلوه ومبسوطين. بالنسبه لي، بالنسبه للريفرنس بتاعي، فلقيت ان دي سكه مش نافعه. بدات ادور على الحاجات بديله، حاجات تديني باسف انكم وانا ما بعملش حاجه. بدات اخش على النت شويه سيرش شويه ما اعرفش ايه، لحد ما وقعت في حاجه كده اللي هو انت بتتفرج على اعلانات وبتاخد عليها فلوس. شويه شويه الاعلانات دي بقت لينكد للكريبتو كارنسي، بقت شويه ماشي في الكريبتو كارنسي، طب افهم فيها اكتر. بدات اتريد فيها على خفيف كده بالحنين وعشوائي بدون اي دراسات ولا اي حاجه. وده كان عمل لي شويه فلوس حلوه. بس ده عمل لي مشكله تانية، ان الفلوس اللي انا كنت بكسبها من حاجه زي كده آه م- عملت لي ازمه ريفرنس او ازمه مرجع من ناحيه الفلوس. ان بقيت اشوف ان ال 2000 جنيه وال 3000 جنيه، الكلام ده سنه 2018، 2000 جنيه و 3000 جنيه دول ولا حاجه. ده حرفيا فكه 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 بدون مبالغه يعني. حقيقة. ودي مش حاجه وحشه، يعني هو عمل لي مشكله ان ده خلاني مش عارف اشتغل في الهندسه، لان ده المرتب اللي باخده من الهندسه ماكسيمم كان 4000 جنيه الواحد لسه فريش. ما هم فكه وقتها، ما كانوش فكه وقتها، كان مبلغ كويس الى حد ما. وقتها انت كنت تقدر تفتح بيت من 3 افراد ب 9000 جنيه، فان انت تاخد في اول حياتك خالص 4000 3000 جنيه، ده كان رقم. مهندس ايه مدني. المهم يعني هو لما اداني الحته دي خلاني مش عارف اشتغل في الهندسه. بس at the same time فتح دماغي، لان المرتب اللي الواحد بياخده او اللي الواحد بيعيش بيه هو مجرد باك جراوند، مجرد اقتناع شخصي. واحد شايف ان مبلغ مثلا 50,000 جنيه مبلغ تافه، واحد تاني شايفه مبلغ ضخم جدا مهول. فهي بتختلف. واحد بيبص للمبلغ ده وبيبص للشغل ده من انهي زاوية، انت شايفه من فوق ولا شايفه من تحت. شايفه من تحت فانت يا دوب هتوصل له وهتبقى اصلا مكسوف ومش قادر ان انت يعني ان انت تطلب حاجه زي كده او تطلب مبلغ قريب من ده. انا بدي امثله بس عشان شايف ان ده كتير عليك، لان انت الريفرنس بتاعك والمرجع بتاعك قليل. لكن لو انت بتبص من فوق، لو جالك شغل بيقول لك انا هديك 50,000، 50,000 ايه؟ انت هتهزر. عامله زي كده لما يجي واحد من اوروبا يشتغل في شركه، نفس الشركه دي واحد من مصر راح يشتغل فيها. اللي من اوروبا هياخد بال 8000 وال 7000 يورو، واللي من مصر هياخد بال 7000 جنيه. هي بالظبط ونفس كده. الشغل ونفس الشركة ونفس المكان نفس بالمناسبة. كل حاجه بتبقى بالظبط هي كده. فهي الفكره انت بتبص منين عشان تدي لنفسك القيمه للحاجه دي. المهم، لما الموضوع ده بقى داخل جوايا بقيت اشوف ان الشغل ده مش منطقي ان انا اشتغل مهندس. لان انا لما قعدت احسبها، طب انا هشتغل مهندس، انا عايز اكون نفسي.
هاخد مثلا مبلغ 3000 جنيه، المبلغ ده هيبدأ يزيد مع السنين 10%، هنقل من شركة للتانية. بعد ما يبقى عندي مثلا أعدي 10 سنين شغل، بتكلم مرتبي مثلا هيبقى بافتراض إن العملة ثابتة يعني. هيبقى عندي المبلغ ده عامل معايا مثلا 15000 جنيه مثلا يعني بعد 10 سنين. طب ده هيعيشني، ده هيعمل لي حاجة؟ والعلم أنا عيلتي وسطية يعني، ما هياش غنية وما هياش فقيرة، فبالتالي أبويا يعني مش هيعرف يساعدني بحاجات كبيرة قوي في الجواز. فده ما كانش منطق بالنسبة لي إن أنا أكمل في حاجة زي كده. أنا محتاج حاجة تجيب ماس انكم علشان أقدر إن أنا أبدأ بيه حياتي بالفعل، لأن إحنا عندنا المشكلة اللي موجودة عندنا في البلد دي، ان انت لازم يبقى عندك واجهة اجتماعية كويسة، عندك شقة، عندك عربية، عندك معرفش ايه، تجيب شبكة الى اخره من التسلسل اللي انت بتتكلم عليه ده. طبعا في ما بعممش يعني، انا بتكلم على الاغلب. طيب انا عندي دي المشكلة، ازاي احلها؟ لقيت ان في الطرق التانية اللي هي الاونلاين بتنفع. لقيت ان انا بعرف اعمل سيرش اونلاين. طب يلا نعمل السيرش الاونلاين، ازاي بقى اجيب حاجة زي كده، ازاي استفيد من ده؟ بقيت ادور على سكك تانية ان هي تنفع ان هي تجيب دخل، تجيب فلوس. بس اتحطيت في خانة مش لطيفة ما بين وسط اصحابي، وسط المعارف بتوعي، ان هو انا كنت بعرف اعمل حاجات محدش بيعرف يعملها. اللي هي مثلا في الكلية عايزين يعملوا بحث مثلا، فانا البحث ده انا بقدر اعمله بطريقة كويسة وبطريقة سهلة وسريعة. فانا اقدر ان انا اعمل للدفعة كلها اللي هي كانت 120 واحد 130 واحد، اعمل لهم كلهم ابحاث مختلفة وابيع البحث ده. هما كانوا بيشوفوا لا انت بتطلع على قفانا مصلحة، انت بتاع فلوس، انت كل حاجة ماديات. نفس الكلام بقى في كل حاجة. لما واحد انا مثلا معايا كارت فيزا كريدت كارد، ما كانش موجود مع اي حد في الدفعة كلها. فلما كان اي حد بيعوز يعمل اي حاجة اونلاين كان بيجي يكلمني، انا بطلب ان انا اخد نسبة منها. يعني انا هعمل لك حاجة، مثلا واحد عايز يعمل اعلانات على الفيسبوك، ده كان مثال حقيقي حصل. واحد عايز خط يعمل العشم بتاعت الشعب المصري واحد مستفز جدا. كان عايز يعمل اعلان على الفيسبوك، عامل ستور وكده، عايز يعمل اعلان، فبيقول لي هدي لك فلوس الاعلان. ايوه، طب انا ايه اللي يخليني ان انا اقعد اعمل لك حاجه زي كده واستخدم الفلوس اللي معايا والكريدت كارد بتاعتي واروح اديبوزيت في البنك عشان ارجع الفلوس دي لاخره من السكه دي؟ ليه اعمل ده؟ ليه اعمله لك فور فري وما كناش صحاب قوي؟ يعني ما انت في حاجه عايز تريح دماغك من حاجه بتريح بدلها بفلوس. فبالتالي دي كانت خانه ما كنتش حاببها ان انا اتحط في المكان ده، بس ميتين ابو الخانه دي وميتين ابو الناس اللي بتفكر ازاي. I don't care، انا شايف ان انا بعمل حاجه حلال وطبيعيه جدا. هم شايفينها من وجهه نظر غلط، مشكلتهم مش مشكلتي. المهم فبالتالي انا بدي امثله عن كذا سكه الواحد كان بيمشي فيها في نفس الوقت علشان يقدر ان هو يجيب اكبر كميه فلوس هو يقدر يجيبها باي طريقه. وكنت بفكر بكونسبت بسيط بسيط جدا، اللي هو الحاجه اللي بتجيب جنيه ليه ما اضربهاش في 10؟ ليه ما اضربهاش في 20؟ ليه ما اضربهاش في 50؟ يعني نفس الحاجه تتكرر. طب انا ليه اعملها انا بنفسي؟ طب ما اخلي 2 و3 و4 يعملوها معايا. طب يشتغلوا معايا واديهم الجزء من الحاجه زي كده. فبقيت اقدم سيرفيسز ايا كانت ايه السيرفيسز اللي انا بقدمها، وبخلي ناس تانية هي اللي تعملها، واخد انا النسبة عليها عشان اقررها بكمية كبيرة وبعدد كبير، فاقدر ان انا استفيد من حاجة زي كده. دي بوينت التانية، ان لما لقيت الهندسة برضو مش نافعة في السكة دي، طب خلاص خليني الاونلاين اللي انا بعرف اعمله كويس، ويلا اتكل على الله. كان عندي بوينت او عندي نقطة مش موجودة عند ناس كتير قوي والله اعلم يعني. وهي ان انا ما كنتش شايل المسؤوليه ومش شايل المسؤوليه. فلما قررت ان انا اسيب الشغل الهندسه اللي هو بيديني مرتب اخر الشهر، وابدا في الاستريمينج. ليه بدات في الاستريمينج؟ عشان دي حاجه انا حاببها وشايف ان انا كنت هبقى كويس فيها، فاتجهت عليها وخدت ريسك 100% ان وريسك الله اعلم مستقبله هيبقى ايه. بس انا كنت مقتنع بحاجه واحده، ان الواحد لما بيسعى ربنا بيكرمه وبس. خلاص على كده، ده كان كفايه بالنسبه لي. بالظبط. بدأت في الاستريمينج، مشيت فيه شوية، طبعا سنة سنتين يعتبر مفيش فلوس بتيجي، ويمكن بصرف عليه أكتر ما أنا بكسب. بس طالما بيجيب فلوس فهو قشطة. وفي نفس الوقت اللي أنا ماشي فيه في الاستريمينج لسه برضه شغال في الحتت التانية وفي الأماكن التانية اللي أنا كنت بعملها، اللي هو بوزع الإنكم بتاعي في كل حتة. اللي عايز اللي عايز أوصل له في الآخر ان اهم 2 بوينتس في الحته اللي زي دي، ان توزيع مصادر الدخل ايا كانت هي بسيطه قد ايه، ايا كان ايه نوع الشغل، ايا كان الناس هتفكر فيك ازاي ولا هتبص عليك ازاي، ميتين ابو الناس وميتين ابو المنظر. انت عايش في ظروف دلوقتي مش اي حد يقدر ان هو يعيش فيها، بسبب ان البلد حرفيا متمرجحه، احنا بنتمرجح معاها.
شويه فوق شويه تحت، الاغلب بيبقى تحت. لخبطه كتير قوي بتبدا تحصل، اختلافات كتير بتتغير، عندك فاريبلز بالعبيط. فان انت تخلي فيه كذا سورس اوف انكم موجود بالنسبه لك ده كويس. لو بتعرف تعمل حاجه كويس استمر فيها وطور منها، ودي اهم حاجه. يعني دي اهم بوينت انت ممكن تتخيلها، اللي هي الكلام ده انا قلته امبارح وهقوله تاني النهارده وهقوله كل يوم. احسن استثمار ممكن تعمله لو انت معكش مبلغ كبير ان انت تحطه في بيزنس ولا في حاجه، استثمر في نفسك. ان كده كده عشان تستثمر في بيزنس او اي حاجه لازم نفسك الاول. خد كورسات، اتعلم، اعرف كتير، اعرف الحاجه اللي انت عايزها واعرف اللي حواليها مش في الحاجه اللي انت عايزها بس. الاستثمار في نفسك هو اهم حاجه انت ممكن تعملها واحسن حاجه، لان الفلوس تروح وتيجي تروح حقيقي. وتيجي، البيزنس يروح ويجي، الشغل ده يقع الشغل ده يطلع، الانفستمنت ده يبوظ الانفستمنت ده يجي. الفاليو بتاعتك الشخصيه هي اللي بتكريت كل حاجه حواليك. الفاليو بتاعتك عاليه، هتلاقي ان انت بتقدر ان انت تخلق الفرصه لنفسك. الفاليو بتاعتك قليله وانت ما عندكش قدرات، ما عندكش مهارات، ما عندكش اي حاجه، فانت مش هتقدر ان انت تطور اي حاجه. ولو نزل قدامك مليون فرصه انت مش هتعرف تطلع منهم اي فرصه منهم ولا اي حاجه منهم. والفكره ان انت دايما الناس احنا متعودين هنا ان احنا نشتغل جامد قوي ونقبض قليل قوي. ده كلام فاضي. حاول دايما تشتغل الشغلانه اللي هي الايفورت فيها والحاجه اللي انت الوقت اللي انت ممكن تحطه فيها المينيمم، وتديك دخل عالي قوي، مش عشان تستريح. يعني انت ما تعملش ده علشان تقول ان تريح دماغك، لان دايما الحاجه اللي بتبقى كده بيبقى صعب شويه ان هي تكون كونسيستنت. فانت بالتالي انت بتعمل ده حاجه قليل، حاجه بتاخد مجهود ووقت قليل فبتديك دخل كبير، علشان تضيف جنبها حاجه ممكن تكون بتاخد مجهود ووقت قليل برضه بس بتجيب دخل صغير شويه، بس في امكانيه ان هو يكبر في المستقبل وان هو يزيد قدام. الحاجات دي كلها بقى بتختلف من بوينت للتانية من رقم للتاني. فاللي هو انت هتقدر تطور من نفسك ان انت تبني نفسك بالفعل في مدة قصيرة ولا لأ. دي بصراحة ترجع لك انت، وترجع للريفرنس بتاعك، وترجع هل انت الليفل اللي انت عايز تعيش فيه اصلا والليفل اللي انت بادئ منه. زي ايه مثلا؟ زي ايه على ايه؟ مش فاهم انت هو كان بيتكلم على ايه، انت فاهم يا عبد الله؟ لا، هو مم. ممكن يقول لك حاجه زي ايه. هو مشكلة ان التوبيك هنا مركب. هو فولدر مش بيتكلم على حتة انك تعمل حاجة بعينها او يديك امثلة او الكلام ده. كل واحد هنا رحلته الشخصية مختلفة، كل واحد مهاراته وقدرات عقله مختلفة، كل واحد الفرص اصلا اللي هيقابلها في حياته مختلفة. هو اه. بيقول لك ان انت فور ذا تايم بينج استثمر في نفسك، في الكاركتر بتاعك، في النولج بتاعتك، في المهارات بتاعتك، في انت كاوفر اول عبد الله او فولدر او فلان. استثمر في نفسك كاوفر اول، بداية من الشخصية مرورا بالعقل والقدرات بتاعته، مرورا بالمهارات بتاعتك، بحيث لما تقابل الفرصة الخاصة بيك اللي هتختلف عن أي حد تاني في الحياة تكون مستعد ليها، تعرف تكريت حاجة جواها. الحته اللي هو بيقول زي ايه، زي ما عبد الله كان بيتكلم ان هي بتختلف من واحد لتاني، انا هكلمك عليا انا. بالنسبه لي الهوستنج مثلا، هوستنج كاستنج ايفنتس، بالنسبه لي ده بيديني انكم عالي قوي، والشغل اللي بيحتاجه مني ان هو بيبقى يوم واحد مثلا في الشهر او في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع، حاجه زي كده، تبقى وقت قليل قوي وبتجيب دخل كبير قوي. نفس الكلام ان انا مثلا لما انفست الحاجه التانية اللي هي بتبقى بتاخد ايفورت قليل بس المجهود برضه او الانكم بتاعها قليل، هي الستريمينج وكونتنت كريشن. انا ببيلد حاجه زي كده عشان في المستقبل ان انا مجرد ما اعمل اعلان، الاعلان ده مثلا بنتكلم في $500 داخله في $1000 ممكن، بتدي راحه باسيف جايه. انكم. اه يعني حاجه، والايفورت بتاعها ايه؟ واحد بيجي يكلمك، كل الايفورت اللي انت بتعمله في الشغل حرفيا ان انت بترد على الشخص اللي بيكلمك ده، بتحط الديل معاه وتتفق معاه، تمضي الكونتراكت، تروح تعمل اللي هو المطلوب اللي هو عايزه، الاعلان او ايا كان، تنزله على السوشيال ميديا. دي حاجتين هم كانوا ماشيين بالتوازي مع بعض، والاتنين مشوا بنفس الطريقه. واحد بيجيب دخل عالي قوي، واحد لسه دخل قليل بس عشان يجيب دخل عالي قدام. بالنسبه لك انت بقى ايه اللي انت تقدر تعمله في حاجه زي كده؟ اتس اب تو يو. يعني دي من الريفرنس بتاعك انت، ظبطها انت بطريقتك يعني. حابب اسمع رايك برضو يا عبد الله. طيب، هو الكلام اللي انت قلته كله عظيم 100% طبعا، والموضوع فعلا بيختلف من شخص للتاني. الرحلة بتاعتك عظيمة، تمام، ما شاء الله. في حتة انت اتكلمت فيها، الحتة دي انا عاوز انوه فيها لان هي مشكلة موجودة فينا في الايديولوجية بتاعتنا كمصريين، او هي عامة بالمناسبة، هي عالمية. فكرة ان هل انا مهندس فلازم اكمل ابقى مهندس. مؤاخذة البطارية فصلت بس كمل كلامك، هغير ولا البطارية. يهمك، ولا يهمك. فكرة ان هل انا مهندس فلازم اكمل لافضل مهندس، ان انا كده خلاص اتحطيت في خانة انجينير او دكتور او
تجاره او اداب او ايا كان الكليه اللي انا دخلتها لازم اكمل في نفس المجال بتاع الكليه. الموضوع ده احنا متبرمجين عليه كشعب مصري، او احنا عامه لما بنتولد بيتقال لنا كده: ذاكر عشان تطلع من ثانويه تخش الكليه تطلع مهندس تشتغل في الهندسه. بس هل انت اصلا القدرات بتاعتك مناسبه لكونك مهندس او دكتور؟ الموضوع ده انا شايفه مش حقيقي اطلاقا بالنسبه لاغلب الخريجين في مصر. احنا حرفيا بيتم برمجتنا عشان نبقى موظفين. انت طالع المنتاليتي بتاعتك بيتم برمجتها عشان تشتغل موظف اغلب حياتك. في ناس كتير بتكون المنتاليتي بتاعتهم اصلا مش ماشي معاها الموضوع ده، زي فولدر مثلا. هو لا ما لقاش نفسه في الوظيفه. هل خلاص كده هو يبص ويعيط ويزعل ان انا طلعت مهندس مش قادر اشتغل في المجال بتاعي؟ لا، الراجل فكر بره الصندوق. قال لك طب وهو ايه يعني؟ ما هو الناس كلها زمان كانوا بيتولدوا دكاتره ومهندسين. فكر بره الصندوق، او كانوا بيتولدوا مثلا خريجين كليات قمه، او كانوا مثلا بيتولدوا معاهم شهادات حقوق اداب تجاره ايا كان. لا، التعليم النظامي ده هو حاجه اهالينا بيحطونا فيها عشان هم ده الكونسبت الامان بالنسبه لهم، عشان يبقى اداك شهاده تشغلك او تعمل لك قيمه معينه في المجتمع من وجهه نظر المجتمع بتاعه ساعتها. لكن ايه اللي يحصل في حياتك او تعمل ايه او تكسب فلوس منين، دي حاجه خاصه بقدراتك الشخصيه انت اللي تقدر تحددها بعد كده. فري يور مايند من البروباجندا دي كلها. انا حبيت انوه على النقطه دي، ان اغلبنا بيكون imprisoned او تم التحكم فيه عن طريق البرمجه دي. هو عاوز يطلع موظف، وزي ما فولدر قال اغلب الوظائف في مصر ايفورت كبير جدا لكن ما بتاخدش منها اي عائد في المقابل، عائد قليل جدا. هتلاقي ادخل مهندس او دكتور في مصر بيقبض كام؟ يعني ولا حاجه حرفيا. يعني في دكتور قريبنا لسه بادئ الشغل بتاعه في التكليف، اول راتب خده 1200 جنيه. 1200 جنيه دلوقتي عباره عن ايه؟ حرفيا ممكن مصروف وخروجه. تمام. فالشاب مننا بيطلع متبرمج ان هو يمشي في باث معين او في كارير باث معين او في دراسه معينه، بتطلعه في الاخر مش قادر يحصل على حاجه. هو الراجل لما وعى للنقطه دي بدا يبص على الفلوس اللي بتيجي من الهندسه او الفلوس اللي بتيجي من الشغل او الكارير باث اللي احنا متبرمجين عليه ده، ان هي ولا حاجه، فلوس قليله او فكه. ودي حقيقه مش هتمكنك انك تكون نفسك ولا تعمل نفسك. القله القليله اللي بيطلعوا اكشولي من تعليم نظامي قادرين يكونوا نفسهم ويعملوا نفسهم، بيكون عندهم بريفليجز معينه، بيرث بريفليجز معينه بيقدروا يستخدموها جنب التعليم النظامي عشان خاطر يقدر يعمل لنفسه، يكون نفسه، يعمل لنفسه مستقبل. زي مثلا ان في زمايلنا كتير بيتخرجوا من الكليه هو عارف هيشتغل فين وازاي وهيبني الكارير بتاعه ازاي. ليه؟ بابا عمه وخاله وخالته الحته دي قادرين يعرفوني اعمل نفسي فيها ازاي. لكن بالنسبه لاغلب الشعب الكادح اللي بيتخرج من الكليه هو ما عندوش فكره هيعمل ايه قدام اصلا. الموضوع ده مش حقيقي. بيفضل يا عيني طول عمره شغال ب 5000 جنيه مثلا ولا 3000 جنيه 3 4 سنين، وبعدين يوم ما يترقى بالعافيه يكون عامل له 6 7000 جنيه كمان، هوب هوب، لحد مثلا ما يتقاعد وهو حياته كلها عايش في فاينانشال ستراجلز. آه، بص كده حواليك هتلاقي دي الحقيقه بتاعت المجتمع للاسف. في كومنت حلو من شكر تقريبا، مش عارف. there is a huge gap between the market needs and use capabilities. I'm taking حقيقي based on جدا. reference of training 3000 plus in Egyptian. من ايه؟ دي Egyptian؟ لا دي مش Egyptian، دي Egypt Vin مثلا. مش عارف. ده field of software development. جميل. مش عارف عظيم ايه جدا. Egypt هو Vin. كلامه حقيقي جدا. كلامه يس. حقيقي جدا. زي نفس النقطة اللي أنا بتكلم عليها، اللي أغلبنا بيخش كليات معينة الماركت ما بقاش محتاجها أصلا بسبب مجموع ثانوية أو البرمجة المجتمعية، وبيطلع أنا عاوز أبقى كذا. طب يا عم ما في مليون كذا، لكن الماركت محتاج زي ما هو سلامتك قال يا دلوقتي. يوسف، ولا حاجة، شغل كفاية الميديا كده. بيكسب أكتر بكتير من الهندسة والطب مثلا، على سبيل المثال. أنا ليه بقى حد هندسة وطب؟ لأن دول أعلى كليتين الكل بيتأمل فيهم. تمام. شغل الميديا بيكسب اكتر بكتير، شغل السوفت وير ديفلوبمنت بيكسب اكتر بكتير، لان العالم دلوقتي بقى محتاج مور سوفت وير ديفلوبرز. شغل الاي اي بقت حاجه يونيك، الايفورت بتاعك فيها هيطلع اورلي انكم اعلى بكتير من اي حاجه تانية من الحاجات التراديشنال الموجوده عندنا. الشغل مش هو كله النقطه اللي بيتكلم فلوس. فيها حقيقيه. ده حقيقي. الشغل مش كله فلوس، ده كارير كامل ومستقبل. حتى لو شغال موظف قدام هيكون عندك خبرة في مجالك. الخبرة دي لو ما بتحولش لحاجة أكبر فهتفضل طبيعي، ملهاش لازمه هتفضل بالظبط. افريج ميديوكر، ما بتروحش في أي حتة. انا ليا واحد صاحبي عنده خبره عظيمه جدا في مجالات كتير او في مجال معين. تمام. الشاب ده مؤخرا قام مره واحده كده ساب الخبره وساب الشغل وقام رامي الوظيفه في الزباله، ورايح يشتغل في عاوز يفتح مطعم. يس.
ليه؟ لاني هو وصل حيطه سد الخبره بتاعتي فيرسس الفرص اللي قدامي مفيش. انا مفيش. معايا خبره كبيره جدا، بعمل شغل كبير جدا، ولكن اتحطيت في خانه في الشركه بتاعتي ان انا خلاص ما باخدش غير الرقم ده، بينما في اصغر مني بيجوا بيخشوا الشركه بواسطه او وهم اللي بياخدوا ترقيات ويعلوا عني. العالم مش دايما ماشي طبقا للجايد او للبوك، احنا في عالم فاريبل جدا، يعني مليان فاريانس عاليه جدا. امم على حسب كلامك انا محتاج حاجه اطلع بيها فلوس ناو، وفي نفس الوقت لازم اركز على اني اطور من قناه اليوتيوب اللي انا فاتحها علشان دي ليها مستقبل عالي، صح؟ الى حد ما. يعني بتختلف من واحد للتاني، بتختلف من امكانيات واحد للتاني، بتختلف من مهارات والتالنت بتاعت شخص للتاني. لو بتتكلم على اليوتيوب وكونتنت كريشن في نسبة كبيرة جدا على الحظ، الله اعلم. بس اكيد يعني انت هتعيش ازاي دلوقتي الا لو انت ما عندكش مسؤولية زي ما انا كنت بتكلم كده، اللي هو لما بدأت قعدت سنتين حرفيا ما يعتبر ما بيجيليش انكم من الستريم، والانكم اللي بيجيلي من الحاجات التانية كان لسه برضه صغير نسبيا. it was fine بالنسبة لي، لكن هل انت بالنسبة لك ده مقبول ولا لا بتاعتك. On the other hand, companies need more seniors capabilities with junior salaries. للأسف ده حقيقي للأسف. وإيه رأيك إن حاسبات ومعلومات حاليا تنسيقها أقل من هندسة؟ هيعلى إلى حد ما، بس مش هيعدي الهندسة مهما يحصل، مش هيعدي الهندسة. الهندسة التنسيق بتاعها أعلى عالي بسبب الريسك بتاعها. إن أنت بتتكلم إن لما تبقى مهندس أنت بتتعامل مع أرواح بني آدمين، الغلطة منك بناس بتموت. انما الحاسبات والمعلومات غلطه منك برنامج باظ، حصل مالفانكشن في حاجه، عادي، بشويه بجات ماني عادي. لوس. اه يعني مش. بمناسبة حتة الهندسة يعني في شركات مثلا في المجالات بتاعة الهندسة بيبقى عندها حاجة اسمها زيرو توليرانس بوليسي، اللي هو انت ممكن تبقى تنين مجنح وعندك 45 سنة خبرة، وحصلت وشفتها بتحصل قدامي، وتيجي تغلط غلطة معينة، الغلطة دي تطير يطير فيها أرواح أو يطير فيها فلوس برقم ضخم أو تلاقي الشركة قامت ناهية الكارير بتاعك للأبد وطرداك بره. فالحته اللي الفولدر بيتكلم فيها حته مهمه، ان الطب والهندسه والكليات دي المجموع بتاعها عالي لانها بتبقى عاوزه ديديكيشن عالي جدا، والديديكيشن العالي ده هو بيقيس لك ان اللي ذاكر عشان يجيب المجموع he's dedicated enough ان هو يذاكر عشان خاطر يعمل الشغل بتاعه صح بعد كده. That's wrong. The whole school and education system is a scam. If you still don't حقيقي. know this, you deserve what's happening to you. what's happening to you حقيقي جدا، وانا اتفق في الحته دي. عشان كده كنت اتكلمت فيها من فتره، لو فاكر يا فولدر كان في ستريم على الفيس لما كنا بنتكلم ان لو انت هتخش اي كليه بعينها عينك على الفلوس يبقى you are doing the wrong thing. لو داخل الكليه عاوز بص تشتغل الشغلانه دي فانت كده ماشي صح، انا ما انت احبش، نفسك تبقى كذا. انا مش متفق مع كلمة سكام دي، مش 100%. بسبب ان هي الطريقة اللي انت بتستقبل بيها التعليم. يعني انا بالنسبة لي اه بعد ما بالظبط. خلصت التعليم، انا بالنسبة لي التعليم كان مجرد توسيع ثقافة، تفتيح افق، تشغيل دماغ، اللي هو بروبلم سولفينج الى اخره من الكلام ده، كونكشنز مع الناس اللي انت بتعرفها في الدراسة وقت التعليم. وازاي انت تستخدم الكلام ده بعد ما تتخرج، بعد ما تخلص المرحلة التعليمية، ده 100% اب تو يو. التعليم بيديك الاوبشن ان انت تمشي الافريج الطبيعي خالص، ان انت يا دوب بتعيش اليوم بيومه، وبيديك الاوبشن التاني ان انت تعرف ان انت تاخد الكلام ده وتتعلم بعديه وتكبر من نفسك وتروح للاتجاه التاني اللي هو الاعلى اللي انت تطلع بيه. فهي بص هو بتاعتك. فعشان كده ما بقتنع، مش مع كلمة سكام قوي يعني. بص هو كلمه سكام اعتقد هو بيتكلم من وجهه نظر if you wanna make money. Yeah, if your target بس is money, if your target is only money يبقى التعليم ده سكام بالنسبه لك. امم بس لو التارجت بتاعك زي ما فولدر قال انت عاوز تتعلم تاخد خبرات معينه، لو التارجت بتاعك انك عاوز تشتغل في المهنه دي، يعني انا ليا واحد صاحبي هو عاوز يبقى دكتور، he wants to save people's lives، هو راجل عنده هدف ethical في الحته دي، يب. فهو مستحمل مهما حصل ومهما اتبهدل، مهما اتمرمط، مهما اتاخر في انه يبدا حياته بسبب الانكم الضعيف او هو مستحمل عشان هو بيعمل الحاجه اللي بيحبها او الحاجه اللي كان نفسه يعملها. انت عارف يا عبد الله، في الحته دي يعني حته اللي هو السبب وراء اللي انت بتعمله. كنت قاعد بالظبط. بكلم مع واحد صاحبي على الحته دي، باخد رايه ايه يعني من حته الاستثمار، واللي هو لو انت معاك كابيتال بتوديه فين وتعمل ايه. فانا بكلمه بقول له انا عايز افتح شركه برودكشن، ان انا اعمل تورنمنت اي سبورتس وكده، لان انا لما عملتها حرفيا لما كنت لوحدي، عملت اللي هي شورت كات تورنمنت اللي كانت السنه اللي فاتت، عملت يعني انا شايف ان هي كانت ناجحه جدا بشكل خرافي بوان مان ايفورت، ما بالك بقى ان هو لو تيم. فلما عملت حاجه زي كده كنت مبسوط، كنت حابب ان انا اعمل الكلام ده. بس من ناحيه البيزنس وايز
مش قد كده، البروفيت بتاعها ما هوش احسن حاجه يعني، عادي. وبرده في ريسك عالي ان انت ممكن يجي لك شغل ممكن ما يجيش، انت وشطارتك وانت ونصيبك وانت وحظك يعني. في فاكتورز كتير وما هياش قد كده، وممكن ان انت الكابيتال ده تروح تحطه في حاجات تانية يجيب لك باسيف انكم اكبر بكتير، يديك اللي بالظبط، هو وافضل الار بكتير. او اي يبقى اعلى بكتير قوي. يعني احنا بنتكلم في حاجه زي البرودكشن دي، احنا بنتكلم ان الانكم بتاعها او الار او اي بتاعها، اللي ما يعرفش الار او اي اللي هو ريتيرن اوف انفستمنت، اللي هو المكسب بتاعها، بنتكلم مثلا في السنه 30%، ما بين 30 ل 40%، بنلعب في الحته دي. طب ما في حاجات تانية ممكن تجيب لك ال 30% دول في الشهر بس، بالظبط، وبسهوله ممكن بس تبقى اقل that's من what you كده wanna بس do. اسهل، من غير ما من غير ما تتعب، تبقى مجرد باسيف انكم. بس لا، ده انا عايز اشتغل، انا عايز بالظبط. اتشيف حاجه. فدي سكه، وحته الانكم والعيشه ده سكه تانية. يعني الفكره برضو اولوياتك ايه. طيب انا لما بالظبط. ابقى عاوز فلوس والتعليم مش هو الطريق، ايه هو الطريق؟ لا، التعليم هو حاجه مساعده في الطريق، انما ايه هو الطريق دي؟ ما فيش حاجه اسمها خد الوصفه دي وامشي السكه دي انت هتعمل فلوس. بالظبط. الموضوع ودي اصعب من نقطة كده. مهمة، إن في ناس بتقلد. يعني إيه في ناس بتقلد؟ أنا نفسي وقعت في فخ التقليد ده فترة من فترات، إن أنا أبص على individual أنا شايفه إن هو نفس الحتة بتاعتي أو الكارير بتاعه أو المجال بتاعي، وهي achieved something أو reached somewhere، وأحاول آخد منه نصايح أو أمشي على اللي هو عمله أو أشوف الكارير باث بتاعه وأميمك الكارير باث ده. لما جيت في بوينت معينة صدمت إن لأ، في حيطان قدامي كبيرة أنا ما أعرفش هو عداها إزاي. بعد كده اكتشفت إن هو عداها عشان ليه علاقة أو ليه واسطة أو عنده بريفليج معينة، فهو اختار حياة كانت مناسبة ليه. أنا لما جيت أعمل ميمك معرفتش، لأن حياتي غير حياته. القدرات والعلاقات والوسائط والبريفليجز اللي عندي اللي أنا مولود بيها ما لهاش علاقة باللي عنده. don't mimic someone, get the right basics. بص على الحياة من فوق شوية، تمام، وشوف الباث بتاعك انت، استكشفه بنفسك. انا دلوقتي عندي حياة وعندي ماركت، الماركت ده ليه نيدز معينة، تمام. لازم ابص على الماركت احتياجاته ايه، مش انا واشوف اللي انا بعرف اعمله مناسب للماركت ولا لا. زي ما اتكلمنا من اول ستريم لاخره، انت عندك في مهن كتير موجود فيها ناس، والناس دي اغلبها unemployed. هيفضلوا unemployed ولا هيحاولوا يدوروا على حاجة الماركت محتاجها، يكسبوا فيها مهارات ويعملوا بيها شغل ويكسبوا منها فلوس. برضو لازم، برضو يا جماعة عشان ملاحظ الكلام كله متضارب في الحتة دي، ان لازم نفرق ما بين ايه الهدف بتاعك. انت عاوز فلوس ولا عاوز تحقق حاجة معينة في حتة معينة، عاوز تتعلم سكيل معينة، عاوز تشتغل في حتة معينة، دي غير دي. The real jobs which will make the countries. بص هي دي، بص لا بص، الكلام ده في مجتمعاتنا مش حقيقي، بس عشان ما نضحكش على بعض. سوري على المقاطعة كل هو ده حقيقي يعني. ببساطة لما مفيش لما حاجة بنزل كمهندس مدني، لما انزل الموقع انا مرزية للمقاول اللي هو اطلع من دماغ امي، انا انا ثانية واحدة بشتغل مع وجاي. نفسي. اوكي. بس يعني بالبساطه دي، بس ايا كان هي حاجات اساسيه، هي اسينشال لازم تبقى موجوده. ومع الوقت لما الناس كلها تبدا تتجه للحاجات التانية اللي هي ما هياش الاسينشالز بتاعت البيزكس بتاعت العيشه، اللي هو بنتكلم على الطب والهندسه والحرف البسيطه خالص. لما كله يتجه بعيد عن الحاجات دي هتبقى القيمه بتاعتها هتزيد، لان الماركت هيبقى محتاجها، فهتلاقي ان قيمتها بتزيد. وده انا كنت قلته قبل كده، ان بنتكلم مثلا 20 سنه قدام الهندسه والحاجات دي هيبقوا التوب، حرفيا هيبقوا هم التوب تاني، بسبب ان الناس كلها بتتجه للحتت التانية والطرق التانية، وتبعد عن الكلام ده، عن السكه التقليديه دي. بص يا آه شباب انا كنت عاوزين، جايب 98 يا سمعه. بصوا يا شباب عاوزين نتكلم في نقطة معينة. انت دلوقتي في مثل كده قديم قوي عند العرب، المثل ده قديم جدا. العرب كانوا بيقولوه عننا، يقول لك يا داخل مصر منك 1000. وكان ساعتها تعدادنا صغير جدا. حاليا يا داخل مصر منك مليون. ما صحيح. بالك بقى لما كمان المجتمع بيحاول يفوكس المليون دول على 6 7 تخصصات او كليات. انت فاهم؟ فاصبح في وفرة كبيرة في تخصصات كتير، مع عدم وجود فرص حقيقية في الماركت. امم. تمام. فمحتاجين نفرق ما بين آه، حتة ان انا ايه الوظائف المفيدة او الوظائف الحقيقية، وحتة هل هي محتاجاك فعلا ولا انت اللي عاوز تعملها. حسب حته البلد مش الارض. محتاجة مهندس اكسترا ولا محتاجة دكتور اكسترا، مليانة دكاترة ومهندسين.
يعني المجتمع مش هيقع لو الناس مثلا بطلت تخش هندسه وطب، لان احنا اوريدي عندنا مهندسين ودكاتره كتير. لو انا شغال شغلانه مش ثابته، بس مش عارف انا عايز، وبعمل كذا حاجه، بذاكر مهارات جديده وبإديت فيديوهات، بس مش عارف ممكن اكون بعمل ايه كمان 5 أو 6 سنين. بص، هو انا كنت قلقان من الحته دي زيك، ان انا كنت بقول طب انا دلوقتي شغال الستريمينج، طب هل انا هفضل طول عمري ستريمر؟ طب شغل البطولات، طب افرض ما كملش، ما استمرش، طب اي حاجه يعني، بقعد احط الاحتمالات دي. بس لما بفكر فيها من زاويه تانية، ان انا كان عندي مشكله ماديه هنا وحلتها، بعد سنه بقى عندي مشكله ماديه اجين وحلتها، بعد سنه كمان وحلتها، بعد سنه كمان وحلتها. why not repeat؟ ليه ما اقعدش اعيد نفس المشكله؟ يعني كل ما يبقى عندي مشكله، كل ما يبقى عندي ازمه، طب ما احلها بنفس الطريقه. زي ما كنت بتكلم من شويه، ممكن تكون لسه ما كنتش موجود، اللي يخليك تعمل الحاجه مره واحده وتجيب لك انكم مره واحده، ملتبلاي باي 10، اضرب في 10، اضرب في ايا كان الرقم. يعني بدل ما تedit لوحدك، هات ناس تانية تedit معاك، ووسع الناس اللي انت بتشتغل معاهم، وسع طب ما السكيل. هو في حد بيتكلم عن استراليا، اه، انا ايد كهندسه النقطه وكده. بتاعته. اه انا يعني ايد على النقطه حسب بتاعته المكان، جدا. يس. وانا مؤخرا ماشي في سكه هجره لاستراليا، وبملى الابلكيشنز بتاعتي وكده. وفعليا انجينيرنج بتديك، كونك متخصص في الهندسه بتديك نقط اعلى بكتير. وبالذات لو انت في تخصصات زي ميكانيكا وكهرباء، هم محتاجين منها كتير قوي هناك. فده بيديك توب بوينتس، بالذات لو انت حاجه اسمها جفرنت نومينيتد، اللي هي في ولايه معينه في محتاجه الوظيفه دي او التخصص ده، بتعمل لك نومينيشن عشان تيجي عندها. فانت كلامك مش غلط، بس اهو انت برضو جيت لنقطه مهمه لسه متكلم فيها. ان انهي كوميونتي اللي انت بتتكلم عليه؟ هل انت بتتكلم بشكل جلوبال، وبتتكلم بناء انت دلوقتي جوه مصر؟ خلي بالك ان الافيلابيلتي بتاعتك ايه المتاح بالنسبه لك. طب انا هشاركك مثلا القصه بتاعتي، مثلا الدنيا مشيت معايا ازاي، عشان برضو نتكلم في الحته دي. انا دلوقتي واحد من صغري عاوز اشتغل في مجال التكنولوجيكال، مجال اي تي او كمبيوتر او الحاجات دي. والدي مهندس ميكانيكا، فبالنسبه له ان ابني الكبير لازم يطلع مهندس ميكانيكا هو كمان عشان اعرف اشغله. واهلي مسافرين بره، وهو البلد اللي احنا فيها دي كان المجال بتاع والدي هو التوب فيها. والدي كان دومينيتنج في المجال بتاعه، والمجال بتاعه هو التوب. الاول انا كنت بحاول اللي هو اقاوم كده واخش الحاجه اللي انا حاببها، ولكن تم الضغط عليا ان انا اخش هندسه قسم ميكانيكا. بالمناسبه اللي ما يعرفش، مثلا في الاقسام الهندسيه قسم ميكانيكا ده في الكليات بيبقى اقل جي بي اي واقل مجموع من اعدادي. ليه؟ لان القسم صعب قوي، صحيح. فمحدش ما بيبقاش فيه اقبال عليه. الكل بيروح على مدني، فبيبقى مدني واخد اعلى مجموع. فلما انا ابقى داخل جايب حاجه و90%، تمام، وداخل هندسه، كان ساعتها انا عشان جاي من بره بيعملوا لنا تنسيق خاص، فانا جايب 96% ودخلت خاص، دخلت العاشر. جيت لما داخل الكليه دخلت جبت جي بي اي عالي جيد جدا مرتفع، كان فارق عن امتياز عشر تقريبا، 3.4 من 10 من 4. فقمت داخل قسم ميكانيكا اللي هو بياخد جي بي اي 1.6 من 10. فساعتها رئيس القسم كان بيضرب كف على كف لما لما عرف الموضوع ده. فكل ده ليه؟ عشان انا ماشي كل ده في اتجاه مش قراري ولا الاتجاه اللي انا عاوزه فعليا. جيت والدي شغال في حته الاتش فاك، ذاكرت اتش فاك على اساس ان انا اطلع اشتغل مع والدي. لما جيت طلعت حصل مره واحده ماركت تشينج. الماركت بقى دومينيتد في الحته بتاعت والدي من الهنود، تمام. ومره واحده لقيت والدي مش عارف يشغلني، مش عارف يساعدني. يب. فانا كده وقعت هنا في مغرز معين. طيب جيت انا وانا في الكليه كنت باخد التريننجز بتاعتي، كنت بذاكر اتش فاك وعاوز اشتغل فيه، بس كنت بحاول اخد تدريبات في حاجات مختلفه. فالناس كانت تتريق عليا تقول لي انت بتشتت نفسك، انت عمال تشتغل هنا في مشاريع طلابيه وبتذاكر شويه روبوتكس، واخد 3 سنين الكترونكس دبلومه، وشغال نشاطات طلابيه، وعندك سكيلز مانجمنت، وعندك سكيلز في السيلز، وعندك كذا. كان الناس بتنتقد فيا الحته دي جدا، ان انت بتنوع السكيلز بتاعتك بشكل كبير وما انتش فوكس على حاجه معينه. وعاوز اقول ان دي الحاجه الوحيده اللي نفعتني. لو انا تخيل كنت حطيت الايفورت بتاعي 200% في حته الاتش فاك بس اللي هي والدي شغال فيها، وجيت اتخرجت لقيت والدي مش عارف شغال، انا هعمل ايه ساعتها؟ امم. اخبط راسي في الحيط. فجيت لما اتخرجت اول سنتين اشتغلت فيهم في مصر، اشتغلت مهندس مبيعات. عندي سكيل في المبيعات طورتها في الفتره بتاعت الكليه، عرفت ان انا ابقى مهندس مبيعات شاطر. لما جيت نقلت هنا على البلد، برضو ما عرفتش اشتغل في البلد اللي انا فيها حاليا هي الكويت. ما عرفتش اشتغل في مجال الاتش فاك اللي هو بتاع والدي. لقيت نفسي مره واحده كده مع نفسك. فروحت دورت في حته خاصه بالسيلز والبترول. كنت انا واخد تريننجز بترول في الجامعه، عندي خبره شويه في المعدات الميكانيكيه البتروليه مع شغل المبيعات، عرفت اشتغل فيها، تمام.
الفكرة هنا إن أنا عملت توظيف للريسورسز بتاعتي، حطيت عندي فرايتي من المهارات واستغليت الموضوع ده بطريقة معينة. هو الباث اللي أنا ماشي فيه مش هو الباث اللي أنا اخترته ومش هو الحاجة اللي أنا مبسوط فيها صراحة، ولكن كل واحد بيمشي طبقا لظروفه. أنا محتاج فلوس، محتاج أبني نفسي، محتاج أطلع من مصر في الأول، فاشتغلت بطريقة معينة عشان أطلع من مصر. لما طلعت من مصر وصلت البلد اللي فيها أهلي وجالي فيها فرصة، لقيت الماركت فيه متطلبات معينة. هل أنا هعيط على الحاجة اللي أنا ضيعت وقتي فيها، ولا هحاول أقابل متطلبات الماركت؟ لا، يب. هقابل متطلبات الماركت. فشفت على السيلز واشتغلت فيه. حاليا انا واصل حته سد بشكل معين، ان هنا قلبين على المصريين مثلا، فبيحاولوا يستبدلونا تماما بالعماله الهنديه باعلان صريح من الحكومه بتاعتهم. امم. اعيط واقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ولا احاول ان انا اتصرف؟ لا، بحاول ان انا اتصرف ان انا اقدم على هجره، او اغير الكوميونتي اللي انا قاعد فيه او البلد اللي انا قاعد فيها عشان اعلي السكيلز بتاعتي، يس. وادي فرصه اكبر للسكيلز والمهارات اللي معايا. فالموضوع بيبقى كده. انا عارف ان انا ممكن القصه اللي انا بحكيها ورديه شويه بالنسبه لناس كتير، ولكن هي دي الظروف اللي انا اتولدت فيها، والطريقه اللي انا وظفت بيها المهارات بتاعتي، والطريقه اللي انا تعايشت بيها مع الكوميونتي حواليا. ليا واحد صديق تاني مثلا مهندس خريج عين شمس ميكانيكا، برضو الراجل اتولد لقى الناس حوالي المجال ده ما يلزموش، وهو ما صدق يتخرج من الكليه اصلا، وكان قرفان من التخصص بالكليه باللي فيها. راح فتح مزارع فراخ حرفيا، انا اعرف اشتغل في صحابي بيزنس يعملوا الفراخ، كده. وفتح مزرعه فراخ، وما شاء الله عنده مزرعه خاصه بيه دلوقتي، وشغال في البيزنس عامه. المقصد يا شباب ان انت بتبص على بيزكس معينه. ايه هي البيزكس معينه؟ انا فين؟ ايه هي المميزات بتاعتي اللي موجوده في حياتي اللي اقدر اشتغل عليها؟ الظروف بتاعتي تحكم عليا بايه؟ انا محتاج ايه؟ الاولويات بتاعتي ايه؟ وايه المهارات اللي انا محتاجها عشان احقق الاولويات دي؟ والماركت محتاج مني ايه؟ هم 5 بيزك. نايس. فور سي كي ار، عرفنا بنفسك. هو بيقول مساء ان عن الخير ام يا شباب. موفينج الود. مساء يس. النور. يس. اولا اسف على الاقتحام، والصراحه الموضوع شدني جدا. نايس. حابب بس اديكم كده بريف سريع بس عشان تبقوا عارفين الباك عرفنا عن جراوند. نفسك. طيب انا مش عارف اقرا اسمك لحد دلوقتي. هي المفروض ان هي هاكر، دي اتش يعني. تمام. بس لا تقلق يعني، لا انا تمام. آه، اوكي. طيب هو بصوا في اسمك المطلق، ايه؟ انا اسمي عمر عموما يعني. تمام. عشان الاسامي ماشي، اهو. ربنا يكرمك يا رب. زي ما قلت لكم بس سريعا، انا بقالي تقريبا دلوقتي 10 سنين شغال في الموضوع بتاع الكباستي بيلدينج بتاع الناس، ان انا ازاي اساعد يبقى في ناس قادره ان هي تقدر تخش سوق العمل. انا حاليا عندي 30 سنه يعني. ما شاء الله، ما انت اللي شاء شغال الله. في تريننج صح؟ انت اللي كنت كاتب. انا ما حاليا شاء الله. اصلا زي ما قلت لكم أنا شغال في شركه من الشركات المالتي ناشونال اللي في مصر يعني، اللي بتعمل كباستي ما شاء بيلدينج الله. جديده يعني في السوق. فزي ما قلت لكم انا السنه اللي فاتت مدرب حوالي اكتر من 3000 واحد على في السوفت وير ديفلوبمنت في المطلق. انا بس سريعا انا داخل اقول تو انسايتس بسرعه واسيبكم تكملوا براحتكم خالص. اتفضل. الانسايت الاولاني، اي واحد داخل شغل في المطلق هو عباره عن 3 بيلرز. يعني انا ببص، انا ايفن بيجي اعمل انترفيو الناس بشوف الواحد قدامي ده عباره عن 3 بيلرز. هو البيلر الاولاني هو عنده نولج ايه، البيلر الثاني هو عنده سوفت سكيلز عامل ازاي، البيلر الثالث الاكسبيرينس بتاعته عامله ازاي. تمام. انا عايز بس سريعا اشرح هو ليه، ايه الفرق، ايه كل بيلر من دول وايه لازمته في المطلق في الشغل. النولج اوكي. بالنسبه لي الشخص ده لما يتقابله مشكله هيعرف يحلها ازاي، مش بيزعل عن النولج اللي عنده، هو يجي يبوش عندي في التيم شكله عامل ازاي، الكلام ده كله. دي النولج اللي هي تاخدها مثلا في الجامعه او حاجه زي كده. السيت اوف سكيلز نقدر نقول عليها هي سورت اوف شويه زي ايه، نقدر مثلا الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته عامله ازاي، الليدرشيب سكيلز شكله عامل ازاي، هل هو مثلا بيقدر يشتغل في تيم روب بلاي، يعني بيقدر يخش في روب بلاي تيم ويقدر مثلا يبقى عنده سورت اوف انجيجمنت جوه التيم ده ولا لا. دي بالنسبه لي السيت اوف سكيلز بتاعته. اما بالنسبه للحاجه الثالثه والاهم بالنسبه لي دايما في كل الشغل حاليا في كل الشركات هي الاكسبيرينس. الاكسبيرينس يعني ايه؟ يعني هو بيجي يخش معاك الانترفيو يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، قعد حته في النولج يقوم رايح يسالك فيها ويقول لك يلا حلها دلوقتي حالا. ماشي، اللي هو انت مش لسه هتدور عليها، انت لسه مش هتقعد لسه تشوف هي اتعملت ازاي. ماشي، لا انت عارف الحل، هذه المشكله دي قبل كده وعندك الاكسبيرينس دي من ناحيه النولج او من ناحيه التكنيكال. او لو مش من ناحيه التكنيكال، انت دلوقتي مثلا لو في سيتويشن مثلا يقول لك دلوقتي في سيتويشن مثلا ان في مثلا موظف معاك مثلا مش شغال، هتتصرف معاه ازاي؟ هما بيبداوا يشتغلوا من الناحيتين دول. تمام.
دي حاجه. الحاجه التانيه من الجانب التاني خالص، انه طبعا بعد ما اجمع الثلاثه دول طبعا بيخش كده كده طبعا في الاخر اتش ار يعني وكل حاجه. بس دايما انا يعني برضو دي قصه شركه تانيه كنت عايز اتكلم عليه معاكم فيه، ان دايما انا كنت شايف الكارير بتاعي كده، انا دايما بانفست في الثري بيلرز دول، دايما بشتغل ان انا امشي في البيلر ده وامشي في البيلر ده وامشي في البيلر ده، اشتغل أيوة. اطور هنا، اشتغل اطور هنا، اشتغل اطور هنا. نايس. تمام. امم فدي كده بس عشان الناس تبقى عارفه هي ماشيه ازاي. وعلى سبيل المثال مثلا لو انا حطيت مثلا لبست الهات بتاعت انا لسه حد جونيور دلوقتي، فهقول لكم ببساطه سريعا جدا ان انا لما كنت جونيور انا عملت ايه. انا وانا في الجامعه اخر سنه خالص انا اصلا كاره ان انا قسم كهرباء باور في هندسه، فعملت يلا ايه؟ كلنا بدات هندسه انا كارهين هندسه. انا كاره انا فعلا انا كنت كاره هندسه بطريقه بشعه. ف وكنت عايز اخش حاجه لها كمبيوتر، انا شغال شغال يعني معاشر الكمبيوتر ده من سنه 98، فوالدي كان انفست معايا جدا في الموضوع ده. فانا ساعتها قررت ان انا شيفت ماشي. فقررت ان انا شيفت، فبدات اعمل ايه؟ بدات اتعلم بروجرامنج مع نفسي. وساعتها بدات اقرر ان انا قلت ايه، ان انا عايز اعلم الناس. فبدات فتحت شركه صغيره مع زمايلي، بدات ادرب الناس، اكوايرد 2 بروجكتس، بدات اشتغل مع الطلبه عليهم، بعلمهم، بعمل معاهم في الجراديويشن بروجكت بتاعهم. ده كان جه على جنب كده، ده كانت حاجه كانت شغاله. وبعدين قررت ان انا في نفس الوقت امشي في التراك بتاع ان انا اعمل يوتيوب تشانل. فساعتها عملت يوتيوب تشانل، اشتغلت عليها لمده 3 شهور، عملت فيها 60 فيديو. ال 60 فيديو دول جابوا لي حوالي 1500 سبسكرايبر. ده الكلام ده في 2014 او حاجه زي كده. حلو. فبالنسبه لي ده كان امباكت لطيف. كنت بعمل كونتنت مختلف جدا عشان طبعا انا واضح ان فولدر فاهم شويه في البيزنس. طبعا انا كان بالنسبه لي الفاليو كريشن بتاعي ان انا كنت بعمل كونتنت مختلف تماما، كنت بنزل تيزرز الحاجات قبل ما انزلها، فكنت ابقى عارف الماركت ازاي حاجتي، عارف ايه الفاليو بتاعتي. بس انا هنا بس حابب اشير بلوت تويست مهم جدا. جيت مره واحده هم اهلي بشوني ان انا اسيب الموضوع ده كله وانزل اجيب حاجه بتجيب فلوس اكتر. فانا اصلا مش من القاهره، فنزل يعني خد فلوس وروح القاهره اعتمد على نفسك هناك. وبفضل ربنا انا تاني يوم لقيت شغل. الحمد بس لله. انا كنت واثق، وده اللي يمكن حابب اشيرها مع فولدر اكتر، انا ساعتها كنت واثق ان انا ماشي في طريق صح ماشي. لما نزلت الماركت ودخلت السوق قعدت 7 سنين ماشي شغال موظف في شركه، مش بقى شغال موظف في شركه عاديه، انا دخلت برضو شغل برضو بنفس ستايل دماغي، ان انا بحاول اعلم الناس، بحاول اشيل نولج جديده. ساعتها كان في تكنولوجيا جديده لسه نازله مصر، بنحاول نتعلمها ونشيرها زي مع الناس. كان عندنا زي اتوبيس كده صغير بيلف المحافظات بنعلم عليه الناس، وقصه كده كانت جميله شويه. بس ساعتها انا فاكرين كنت قلت لكم في الاول خالص، انا كنت قاعد بتعلم مع نفسي النولج، بس انا السكيلز والاكسبيرينس اللي عندي كانوا زيرو. ليه انا بتعلم؟ الاكسبيرينس كانت بتزيد بالراحه جدا بسبب ان انا بجرب في حاجات على قدي ماشي. مفيش مؤسسه كبيره او مكان كبير بيبوشني ان انا اتعلم في كذا اكسبيرينس كذا شكل مختلف. وفي نفس الوقت مفيش كاباسيتي بيلدينج بتحصل فيا از ان انا بتعامل مع بشر مثلا كتير، ان انا مثلا بتحط وسط تيم، ان بيحصل كونفليكت بيننا وبين زمايلي التانيين، بنحل حاجه زي كده ازاي. فلما رحت اشتغلت في شركه كبيره في القاهره في البروجكت ده، قعدت هناك 3 سنين. لا انا فرقت، وبدات ساعتها قلت لا انا ما كانش ينفع ساعتها اعمل اليوتيوب تشانل ديت، وما كانش ينفع ساعتها ان انا ابدا البروجكت ده قوي دلوقتي، انا يمكن لسه ناقصني خدت حته. بالك من اللي ماشي. كان ناقصك، يعني انت لما قدام اتعلمت فهمت انت كان ناقصك ايه في الخطوه اللي انا ورا اللي انت طبعتني ما كتير، نجحتش فيها. ناقصت كتير. والحاجه الثانيه كمان اللي لاحظتها، لا انا عندي سيت اوف سكيلز انا اصلا ما كنتش شايفها. صحيح. يعني اتعرفت انا على لقيت نفسي قدراتك انا برضو شاطر عن طريق جدا. الشغل. بالظبط. انا يعني انا ما كنتش شايف ده. وبرده حاجه مهمه جدا برده، عشان دي برده حاجه ثانيه انا بشوفها في الناس كتير في الشغل. جيت بعد 3 سنين في الشغل، انا الحمد لله سفروني السعوديه افتح بروجكت هناك، وبكده ما شاء وصلت الله. لمرحله في الاخر الحمد لله احنا هنوصل لفين دلوقتي، يعني واتس نكست ماشي. قالوا لي ما فيش حاجه ثانيه، اللي عملته في السعوديه تعمله في كندا. طب خلاص يا جماعه السلام عليكم وانا ماشي. شفتيت من المجال ده، رحت شركه ثانيه بسالري اقل، بس فور ذا سيك اوف ان انا اتعلم ماشي واخد اكسبيرينس جديده. فانا رحت اشتغلت حاجه زي اسمها برودكت اونر، اللي هو مسؤول عن البرودكت من ناحيه البيزنس. فاخدت اكسبيرينس هناك سنه ونص. بعد كده جيت كورونا. اول ما جت كورونا انا كان معايا امرجنسي فاند، كان معايا شويه فلوس محوشهم على جنب ماشي، وانا داخل على جواز. فكان قمت مقسم فلوس نصين، نص للجواز ونص ان انا عايز اقعد في البيت اعيد
الفورميشن بتاعي كله من اول وجديد تاني. فقعدت سنه في البيت. السنه دي انا قعدت اتعلمت فيها مثلا حاجات كتيره جدا، منها بروجرامينج بقى، يعني اثقلت مهارات في البرمجه بشكل جامد، واشتغلت على نفسي بشكل كثيف لحد ما جيت الاوبورتيونيتي الجديده ان هم عايزين الحد ده يبقى هو فاهم برمجه كويس، فاهم كويس قوي. دي الشغلانه اللي قابلتني متكرزه ربنا ساعتها. واقول لكم برضو على حاجه ظريفه يعني، متكرزه ربنا ساعتها، يعني هم عايزين حد برمجه كويس، عايزين حد فاهم في الكاباسيتي بيلدينج بتاع الناس كويس، حد فاهم اديوكيشن كويس، ازاي بنعمل كورس، ازاي بنعمل كونت، ازاي بنعمل الحاجات دي كلها، حد عنده ليدرشيب سكيلز، عنده شويه مانجيريال سكيلز. فانا انا قمت عندي واخد الحاجات سؤال. دي كلها كده ومقدم، اتقبلت. مع ان في نفس الوقت، ودي بقى الحاجه بالنسبه لي كان محقق، كان في شغلانه ثانيه انا كان هموت وادخلها ماشي، ما دخلتهاش، ربنا ما رزقنيش بيها، كانت تكنيكال، كان عادي سوفت وير ديفلوبمنت عادي، ربنا رزقني بالثانيه، ما انا ما كنتش نفسي في ثانيه اكتر. وسبحان الله اول ما دخلت الثانيه بعدها بشهرين ثلاثه، لا سبحان الله هي دي، يعني هي سبحان الله، هو انا كنت بسعى وماشي في طريق، ربنا قام شديدني في طريق ثاني خالص بعيدا اصلا انا بالظبط. كنت ماشي فيه طول السنه. بس انت ماشي كنت مستعد لما جالك الطريق الصح. انت لما جات لك الاوبورتيونيتيز بالظبط المظبوطه كنت انت عندك استعداديه من ناحيه الكاركتر، من ناحيه السيت اوف سكيلز، من ناحيه اصلا قدرتك على تطوير نفسك عشان تاخد الفرص دي او تمشي في الطريق الصح ده بالظبط وتتعرف عليه ان هو ده بالظبط الطريق الصح. بالظبط. والميزه بقى كمان فين، ان انا يعني دي بالنسبه لي كانت حاجه صغيره، الحمد لله سبحان الله، يعني ان بشكر ربنا على ان انا ما سعيت ربنا رزقني بحاجه زي كده. انا كان مطلوب مني ان انا ادرب 1000، انا دربت 3250 واحد بالظبط. ما فده شاء الله. بالنسبه لي انا محقق التارجت بتاعي مرتين ونص زياده. فطبعا ده كان بالنسبه او بيزويا هو البروجكت على مستوى 14 دوله، انا الدوله الوحيده اللي عامله الرقم ده. ف... فده كان انجاز رهيب. وحاليا انا بسيب شغلي، حاليا انا بحاول ادور على اوبورتيونيتي جديده، بحاول انط نطه جديده خالص. الحمد لله برضو، يعني ودي نصيحه للناس ودي حاجه مهمه جدا، ما تعمرش في مكان، ما تقعدش في مكان كتير جدا تفضل قاعد ما تتحركش فيه، ما تاخدش خطوه، ما تبقاش قاعد زي ما انت كده وخلاص. لا، لو لقيت المكان ده حتى لو بيديك 50,000 جنيه في الشهر، 60,000 جنيه في الشهر، بس طبعا انا بدي رقم كبير قوي يعني، بس في نفس الوقت انت ما بتتعلمش حاجه جديده ماشي. حقيقي. صدقني انت اول 10 سنين في حياتك دول لو ما اتعلمتش فيهم انف ان انت بعد ال 10 سنين دول تبقى داخل الشغل وحاطط رجل على رجل، انت كده اتعذبت. يب. انت كده خلاص، جميل، انت كده عظيم يعني النقطه دي جدا. عندي سؤال مهمه. عايز اساله. اكيد. انهين بيبقى اهم لما تقدم على شغل، ان انت او خلينا نديها بطريقه تانية، ان انت لو عندك التكنيكال ليفل let's say 6 من 10 والسوفت حلو. سكيلز 10 على 10، سكيلز طبعا. ده يأهلك ان انت تاخد الشغل، اقول لك ليه، يخليك في بوزيشن قوي مع الاتش ار او whatever مين اللي انت بتقدم بيشوف. هقول لك ليه. بص انت كده انت مهما كان انت كنت شاطر، مهما كان انت عامل ازاي، انت مهما كان مش تبقى الكابيلتيز بتاعتك مع التولز اللي داخل بقى الشركه بتميت معاها 100%. بالظبط. ماشي، كل شركه لها الانفايرمنت، كل شركه لها حاجه بتاعتها، بس هم محتاجين حد يعرف يخش جوه التيم من غير ما يعمل صداع، من غير ما يعمل مشاكل. حلو. السي في بقى بالظبط، الاتيتيود بتاعتك. يب. السوفت سكيلز بشكل عام اللي هو الطريقه بتاعتك، عشان كده اوقات الناس بتسال في الانترفيو اللي هو يقول لك احكي لي عن كلاش حصل ما بينك وما بين المانجر بتاعك، الى اخره من الحاجات اللي بتسال في الانترفيو دي. بالظبط. طيب. يشوفك بتتكلم عن الشركه اللي كنت فيها قبل كده وحش ولا حلو، ويشوفك بيلقط شويه حاجات كده بتبين الاتيتيود بتاعتك عامل ازاي. حلو. طيب في السي في بقى اقعد اعمل صفحه كامله عمال احط سوفت سكيلز، ارشق سوفت سكيلز حقيقيه مش فيك، حقيقيه السوفت سكيلز بتاعتك. هقول لك على حاجه خالص. لان انا شفت انا شفت سيستمز معموله نظام بوينتس كده، اللي هو بيديك بوينت على السي في اللي انت بتقدمه بكي ووردز كده بيقراها، لان انت مرشق سوفت سكيلز كتير بالنيجاتيف. حتى لو انت حاطط السوفت سكيلز المطلوبه للجوب دي، بس انت مرشق زيادات خد بالنيجاتيف، وده بيقلل الريتنج بتاعك ان انت ممكن تخش اصلا الانترفيو. فالحته دي ازاي تظبط المعادله دي بقى؟ بس انا هقول لك على حاجه في المطلق، يعني انت في السي في دايما بي اونست. دي لسه كنت بي جينوين، اكتب اللي فيه الموجود فعلا. ما تزودش حاجه عشان لو اتقفشت فيها هتعرف انت كداب في المطلق. حلو ده. فما تعملش، ما تحطش اي حاجه زياده. ده بالنسبه للنقطه، دي النقطه بالنسبه لي كانت مهمه جدا. وحته كمان
عدم، معلش عاوز انوه على الحته دي، عدم وجود سوفت سكيل او سكيل معينه عندك مش معناها انك ناقص حاجه عن غيرك. لو كلنا هنبقى بالظبط. صادقين فكلنا بنكمل بعض، لكن مش كلنا عندنا نفس الحاجات. انا بلاقي كل كاتبين تيم وورك، انا في التيم وورك دي لما في السي في الريتنج حاطط نجمتين بس من 5، يعني انا عارف ان انا لون وولف حبتين انا ممكن بعرف اوفق حالي مع التيم، لكن انا ما بحبش التيم وورك. هبقى كداب قوي وهيبان قوي ان انا كداب لو دخلت وانا بقول له ان انا تيم وورك اورينتد 5 من 5، واخش جوه يلاقيني مش طايق نص زمايلي في التيم. اتس اونلي لوجيكال يعني. مش مضيت العقد مش عيب فيك خلاص. مش مضيت بالظبط. العقد. بينما في الناحيه الثانيه بقى على الصعيد الثاني انا عندي extremely high research skills. فانا باجي بقول ان انا فعلا عندي extremely high research skills. If you will not hire me for my team working ability, you will hire me for my extremely high research skills. فمش الكل عنده كل حاجه، احنا بنكمل بعض. خليك صادق، قول الخمس ست نقط اللي فيك وشكرا. وبرضو يعني ودي حاجه مهمه ثانيه برضو اضافه للموضوع بتاع السي في. يعني السي في حاليا هو مهم، بس ما عادش حاليا في العصر بتاعنا الشغل بيجي عن طريق السي في قوي. شغل بيجي ريكومنديشن 90% ريكومنديشن. نتوركينج مهمه فوق الوصف. لينكد ان ده اهم حاجه. ده امسح فيسبوك، امسح تويتر، امسح حاجات دي كلها. ده المكان اللي هتاكل منه عيش. فوكس عليه بالظبط. انا حقيقي بالظبط. ابعت انا حاليا كمل معاك. قول. في ليفل معين من الكارير بتوصله اللي هو الميد كارير. انا حاليا في الميد كارير ليفل بتاعي. في الميد كارير ليفل انت اصلا بتبدا اغلب الفرص اللي بيجي لك ما تبقاش انت بتدور عليها. بتلاقي الاتش ار بتوع الشركات بيبعتوا لك ان انت شايفين السي في بتاعتك مناسبه لبوزيشن معين عندنا، بعد اذنك ابعت لنا رسمي على الايميل عشان ندخلها في الايه في السلكشن كرايتيريا بتاعتنا. وده وفي احيانا بقى ده بتحصل مع زمايل لسه ما وصلش الحته دي كمان 3 سنين مثلا كده، يعني بعد 10 سنين خبره مثلا في مجال معين، انت بتلاقي الناس اللي بتيجي تقول لك تعالى عاوزينك، لا انترفيو ولا انت وصلت انك قوي جدا في حاجه معينه في الكارير، فبيقول لك تعالى احنا عاوزينك تشتغل معانا في دي. اعتقد بتحصل مع فولدر حاليا. هو طول عمري بصراحه. فودافون كلموني عشان حاجه زي كده، يعني فودافون قالوا لي خد اللينك ده عايزينك تقدم، بس عدي بس معانا بالبروسس. بس فدي بتحصل كتير كمان، لان اوقات بتكون عن طريق ريكروتمنت كومباني غير الشركه ذات نفسها، فبيطلبوا بس ان انت تكمل حاجه زي كده احيانا. يعني بيقول هو ممكن يكون شغل مش بيدي مهاره، لان الشغل بتاعي من البيت بعمل تاسكات شبه ثابته، بس مضطر اشتغله علشان بجنب اني اتعلم حاجه جديده. بص انا مش فاهم اخر حته دي، بس الكونسبت بشكل عام بتاع الكومنت في حتتين انا عايزه بوينتين عايزه امنشنهم في اللي انت بتقوله. اولا حاجه انت مضطر ان انت تعملها فكيب دوينج ات، بس حط اكسترا ايفورت ان انت هتزود ساعه ساعتين في اليوم ان انت تديفلوب مهاره جديده او تعمل شغلانه تانية زي ما انا كنت بتكلم في الاول خالص. دي نقطه. النقطه التانية لازم تعرف كونسبت التضحيه. عمرك ما هتعمل نفس الاكشنز وتستنى نتيجه مختلفه. خلينا متفقين في البوينت دي. فانت لازم تضحي بحاجه، ومش هينفع ان انت تعلى من غير ما تخسر. ما ينفعش انت واخد يومك ال 24 ساعه مليانين، ايا كان مليانين ازاي، سواء مليانين مرقعه هنسميها راحه، مليانين ان انت بتقعد مع اهلك، مليانين ان انت بتشتغل حاجه انت مضطر ليها، مليانين ان انت بتتعلم حاجه، مليانين ان انت بتاكل وبتشرب، مليانين ان انت بتخش الحمام، يعني بتصلي. الحاجات دي كلها انت بتخش، دي اللي بتملى وقتك. عايز تعمل حاجه تعلى في حته او تنزل في حته، فانت لازم بتضحي بحاجه تانية. بتضحي بقى بوقت مع اهلك، بتضحي بوقت راحه، بتضحي بوقت نوم، بتضحي بوقت اكل، بتضحي بوقت جيم، واتيفر ايه اللي انت بتضحي بيه. بس انت لازم توقع حاجه علشان ترفع حاجه تانية. فالفكره ان انت تعرف تظبط الحته دي علشان توصل للهدف اللي انت عايزه او للحاجه اللي انت عايز توصل لها. فدي حاجه بتاعتك انت اللي هتظبطها. البوينت التانية اللي كنت عايز اتكلم فيها ده بالنسبه للرد على المهاجر بس. الحاجه التانية اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في حته الارتباط مع السفر والكلام ده، فانا حابب ان انا اخد الاكسبيرينس بتاعتكم، خصوصا عمر صح؟ عمر ماشي. دلوقتي انا بص انا شير حاجه بيرسونال شويه، لان انا حابب ان انا اخد ادفايس منكم. في واحد انجيج ام نوت ماريد يت يعني. يب. في واحده مش كبيره في الحته دي. في واحده في الامارات اعرفها من زمان وكده، ويعني انا معجب بيها وبنشير فايبس وكل حاجه. بس is she watching the stream right لا اكيد لا.
مش ما انا لسه هقول، كنت لسه هقول شغلانتها، فقبل عشان اوتوماتيكلي هتفهم ان هي مش بتتفرج. شغلانتها فلايت اتندنت، فبالتالي اوكي. she's traveling alone. الناحية التانية بالنسبة لي هي عايشة في الإمارات، أنا عايش في مصر. حياتي ملخبطة إن أنا ممكن أسافر أجي مصر. الموضوع مش سيريس قوي بس whatever يعني. الفكرة إن لخبطة المواعيد والسفر، هل ده ممكن يبقى حاجة كويسة؟ هل ده ممكن يبقى شخص مناسب بشيرنج الفايبس، بس اللايف ستايل نفسه مختلف بسبب ان مواعيد الشغل وطريقة الشغل والسفر والكلام ده؟ هل ده ممكن ينجح ريليشن شيب ولا لا؟ مضيف الطيران بص يا فندر، انا هقول لك رايي از واحد متجوز يعني. اوكي. بص، هو في الاول في الاخر يور كول، يعني في الاول في الاخر زي موضوع لا الكارير اكيد اللي انا انت بتاخده باخد فيو من عندك، باخد البوينت اوف فيو بتاعتك. انا فاهم قصدك، بس انا بس يعني عشان بس اوضح لك ان رايي مش قران، ورايي اصلا هي مجرد وجهه نظر واحد، اكسبيرينس واحد بس، و10 مش اكتر. بالظبط. بص، انا بالنسبه لي يعني هي علاقتي بمرات، احنا الاثنين اولموست عايشين في نفس البيت سوا، بنشتغل في فنون كتير جدا، فاحنا العلاقه ما بيننا هي دايما احنا الاثنين صحاب. حلو. صحاب وما بنفرقش عن بعض بسهوله. حلو. تمام. ف يعني احنا بالنسبه لي حاليا انا بتارجت شغلانه عنيفه جدا، ان انا هسيب فيها القاهره واروح فيها اسيوط. احنا الاثنين خدنا القرار ده سوا، احنا الاثنين هنعوز نشفت سوا من القاهره لاسيوط، عشان الشغلانه دي بالنسبه لنا هي هتنقل الكارير بتاعي جدا، وهي مستعده لهذه التضحيه معايا. وباي ذا واي برضه هي شغاله في شركه مالتي ناشونال، ف بس بتشتغل من البيت احيانا كتير من البيت. تمام. تنزل السايد ساعات، بس احيانا كتير من البيت. تمام. بس هي زي ما بقول لك، هي التركه في الجواز في المطلق، وصدقني هي دي نصيحه الاقوى في المطلق، هي باكج. الجوازه هي باكج بحلاوتها بمساوئها. حلو. كده اي جوازه في الدنيا فيها ضريبه هتندفع، بس في المقابل هتاخد حاجات تانية. هل انت مستعد للضريبه دي ولا لا؟ ده هيبقى قرارك انت. هدي لك بي او في تاني. ممكن اسمعني يا عبد الله اقول الاول. حاجه بس. اسمعني وقول. اوكي. مش هحط بس اوكي. بي او في تانية، اللي هي ان لما بفكر كده شويه زمان في العلاقات، زمان لما تلاقي اتنين مرتبطين او حاجه زي كده، كان ايام الحروب اللي هي بنتكلم في الايرلي 90s والميد 90s والحاجات دي، ايام الحروب كتير. فكنت تشوف الصور اللي بتنزل مثلا او الحاجات القديمه الهيستوريكال شويه، تلاقي واحده ماسكه في جوزها وهو راكب القطر ومسافر رايح الجيش، وهي ما عندهاش فكره هو راجع ولا لا، ولا هو عارف ان هو راجع ولا لا. وتلاقيه في الافلام يجيب لك ان هو بقى يطلع المحفظه من جيبه ويطلع صورتها وهيموت ومش قادر، ولما يرجع بقى كميه الانبساط وكل حاجه يعني. ثانيه واحده عشان بيخبط عليا. فبالتالي حاجه زي كده بحس ان هي بتامبليفاي الريليشن شيب دي، وبتخلي ان الاتنين دول بيتعلقوا ببعض بسبب ان هم مش عارفين اصلا هيرجعوا تاني لبعض ولا لا، رغم ان هم متجوزين. اسمعني للاخر. على العكس بقى، لما يجي اتنين تانيين اللي هم متجوزين وعايشين مع بعض، بتسي بعد مثلا لما يتعودوا على بعض، مش هدي رينج عشان تختلف من حد للتاني، وخلص يعني هم عرفوا كل حاجة الشخص التاني بيعملها، الموضوع بقى روتيني، بقت مجرد اتنين عايشين في نفس البيت وخلاص، ولكن مفيش اي باشون في العلاقة دي، مفيش اي عيشة ما بينهم لمجرد بس ان هم مع بعض. شيل البوينت اللي هي بتاعت الاطفال والريسبونسابيلتي بتاعتهم والكلام ده. انا بتكلم ان الماريج ما يبقاش نهاية السكة، ان كل حاجة تقف يعني تقف بعد الجواز، ما بقاش فيه اي بروجرس في الريليشن شيب دي، ما بقاش فيه اي انبساط وباشن، وبتبقى مجرد حاجه عاديه زي ما بتتعود على اي حاجه في التانية. خلاص الدوبامين بيبقى انتهى على كده، ما بيبقاش فيه تجديد لان ما فيش حاجه مختلفه. فقول بقى عبد الله. طيب انا هقول حته معينه. لما نيجي نتكلم عن العلاقات، بما ان ليها باع طويل شويه في المواضيع دي، في الموضوع ده للاسف. تمام. I've got through many relationships and most of them failed. واكتشفت كل مره كنت بطلع بدروس معينه بتعرف ان انا كنت فلسفتي غلط في الموضوع. في واحد كاتب مثلا، برضه هقول النقطه اللي هو كاتبها عشان هيترد عليها، اللي هو 20 years relations suck. ده برضه غلط. عاوزين ما نبصش للعلاقات بوجهه نظر ماديه بحته. انت ما بتتكلمش عن شغل. لا انا بتكلم على التعود. لا بتكلم على باشون، ما بتكلمش على فلوس. انا بقول لك اهو، اتكلمنا على الفلوس وحليناها خلاص، بنتكلم على ما بعد الفلوس.
وانت داخل في العلاقه اختار الشخص يا فولدر اللي انت عارف من جواك ان you really want to put effort to stay with him. اخبطها في يعني هو دماغك. You never بالظبط. know. عمر دلوقتي بيقول ان هو ما شاء الله هو اللي بيتكلم You عليه حاجه never صحيه جدا. know. You never know. You will know صدقني لما تيجي. Never. Never never never. احط كمية effort ما تتخيلهاش في شخص، وبعد كده مجرد ما نتعرف. يوفوريا اذا يوفوريا هقول لك حاجه، ليه اسمها falling in love؟ you let yourself fall, you don't enforce the fall. most of us لان للاسف بسبب طبيعه مجتمعنا وبسببها ان احنا نفسنا نرتبط ونفسنا نحب ونتحب والكلام ده، انت عندك احتياج عاطفي وهي عندها احتياج عاطفي، we kinda enforce the fall. we think we love each other but we don't really love each other. when actual love comes بتحس ان كل العلاقات اللي انت كنت فاكرها حب قبل كده دي كانت بلح، وبتتحول للحاله اللي عمر بيتكلم عليها ان انتوا الاتنين صحاب قوي ومع بعض وعاوزين تبقوا مع بعض على طول مهما عدت السنين، لان بتوصلوا مع بعض المعادله كده كيمستري معينه بتخليكوا قادرين تتجاوزوا اي مشكلات، ومهما انتهى الدوبامين قادرين تجددوا الموضوع في حياتكم. انا خاطب حاليا، عاوز اقول ان بص، حماية وحماية اللي انت وحماتي بتقوله يعتبروا كده. اللي انت بتقوله يعني ده هيتحط تحت بند موده ورحمه. ما هو الموده والرحمه مش بقى هي اللي احنا بنتكلم فيها انك عاوز توصل لها. الناس دي 25 سنه او اكتر مع بعض متجوزين وكانهم لسه في البدايات. بص، اللي الفكرة؟ بشوفه ما باخدوش. بص، انت اكيد اضرب حاجه زي كده، بس النقطه بتاعتي ان لما بشوف حد بيظهر حاجه، يعني ممكن اتنين بسبب ان هم قدام الناس كويسين جدا، لكن لا هم كده من جوه، دي الفكره. بس هي دي بتاعت دي حاجه تانية بقى. يس فاهم. وشفت حالات كتير كده كلهم المشترك بينهم الحته دي، انه اختار الشخص اللي عارف انه عاوزه فعلا، والشخص التاني فعلا عاوزه في المقابل. مفيش اي رغبات ماديه، مش قايسين بعض حسبه زي اغلب الناس في مجتمعاتنا ما بتيجي ترتبط. انا عاوز ده وانا عاوز دي، واحنا الاثنين مناسبين مع بعض اجتماعيا، مناسبين مع بعض عقليا واديوكيشن، قادرين نتكلم مع بعض في لغه كوميونيكيشن ما بيننا. So we are gonna find that equation which will enable us to put the effort together in order to make this continue forever. هي طيب، الفكره في كده. حلو الكلام ده كويس جدا. معلش يا عمر قبل ما تتكلم، احط بوينت تانية يا عبد الله، هضيف حاجه للمعادله اللي انت بتتكلم فيها دي، وهي الماتشوريتي. يعني جميل ان يبقى امتى هتعرف وامتى تعرف اصلا ان انت شخصيا نضجت كفايه عشان تبقى واثق من مشاعرك، واثق من تفكيرك ومن قراراتك، وهي نفس الكلام علشان تجيت انتو الريليشن دي. لما تبقى هادي when you are not rushing into things، لما تلاقي نفسك هادي كده وانت بتاخد القرار. ماشي، قول يا عمر، معنى رايك. في برضه نقطه ثانيه في ناحيه الراشنج، ان انت ترش حاجات نيو ثينجز. النقطه المهمه الثانيه ان بالنسبه للماتشوريتي في المطلق، انت في لحظه ما هتبان معاك قوي في المشاكل والخلافات. ايوه، هتلاقي الدنيا بتضيق عليكم انتوا الاثنين and you can survive. How do you know this؟ يعني الموضوع في الاول بيبقى وردي قوي. بص يا فولدر، انت عاوز تعرف من بره و this will never happen. مش هتعرف من بره. ما انا بتكلم فيه. انت مش هتعرف الا لما تلبس. لا you have to take the risk and take the experience. هي زيها زي اي حاجه فيها ريسك، it's a path with a risk. انا بقول لك ارتبطت كتير، انا كتبت كتاب وطلعت، يعني imagine it. يعني انا كتبت كتاب وبعد كتب كتاب طلقت. at some point بعد كتب الكتاب حسيت ان انا عملت غلطه، وان what was I thinking. I was under lots of pressure، وخطبت وطلعت وارتبطت وطلعت واتكلمت على ناس واترفضت وكده. عديت بحاجات كتير او بحاجات كتير في العلاقات، لان انا 31 سنه من وانا 19 سنه. اكتشفت مثلا ان من 19 ل 25 انا كنت مغفل ان انا بحاول ارتبط او اتعرف اصلا، لاني مش سن كويس اطلاقا انك ترتبط فيه بالنسبه لمجتمعنا بالذات. وان انت بتكون زي ما انت قلت lacking the maturity ان انت تايدنتيفاي الصح والغلط. انت فاهمني؟ اغلب العلاقات اللي اتعلمت منها كانت من بعد 25 سنه او 26 سنه. فاللي بقوله لك ان at the end of the day it's a path with a risk. طيب. you have to take the risk. في سؤال هنا انا مش فاهمه من بلاك ستار، بيقول why everything is mentioned in a queen and we still like figuring out how to live and how to act. معرفش ايه الكلمه اللي هو كاتبها دي. it's life يا معلم، القرآن. اوكي، دي حته جميله. ليه انت لما بتكبر بتقعد تقول بابا كان عنده حق، ابويا كان عنده حق طول عمرك؟ طب انت ليه ما سمعتش كلام ابوك زمان؟ عين اليقين. انت
انت ليه ما سمعتش كلام ابوك لما كان عنده حق؟ ليه كان لازم تاخد التجربه وتخبط في الحيطه وتاخد على دماغك، تمام؟ خلينا نقولها بطريقه شيك، تمام؟ عشان تعرف ان الله حق وان ابوك الاكسبيرينس بتاعته كانت بيزد على حاجه واقعيه وعنده حق. لان احنا كبشر كده you will never know until you experience. بص انا عايز اقول حاجه في الحته دي، ان انا مش عايز ادخل للحته الدينيه بسبب ان زي ما قلت في اول الستريم خالص او في اول البودكاست، ان انا ما عنديش الريفرنس اللي انا عارفه اللي انا حافظه عشان اقوله لك عشان اقدر اسند الكلام اللي انا بقوله. في ناس تانية متخصصه في الكلام ده. بس انا عايز اقول لك ببساطه جدا الكونسبت، الطريقه اللي انا بشوفها بالنسبه للميكس ما بين الدين والواقع، ان الدين بيقول لك كل حاجه الصح بتاعها ايه، ولو مشيت عليه هتبقى مستريح جدا. على سبيل المثال ان انت لما تغض بصرك ولما ما تعرفش بنات ولما تمشي الكلام ده كله زي ما الدين بيقول، وتروح تقدم لواحده صالونات زي ما الناس بتسمع الكلمه دي ان هي وحشه جدا، تروح تتقدم لها لمجرد السمعه الطيبه والكلام الكويس، وتروح هناك you have no background، ما عندكش ريفرنس، ما شفتش البنات القلعه، ما شفتش البنات الحلوه، ما شفتش البنات الوحشه، فانت بالتالي اي حاجه هتشوفها هتعتبر هي جديده بالنسبه لك. فانت لما تشوف البنت دي هتبقى كويسه في عينك وهيبقى او مش هتفرق معاك، مش هتبقى عارف هي كويسه ولا وحشه لان مفيش مقارنه. بس في نفس الوقت لما تسمع الكلام الطيب منها والكلام كويس من اهلها ودينها كويس وعارف ان هي هتصونك وهتصون بيتك، فببساطه انت هتوافق وهتبقى مبسوط طول جوازك لو انت ماشي زي ما الدين بيقول. انما دلوقتي احنا عايشين في حياه واقعيه ريل لايف، وده مش بيحصل. وعن تجربه شخصيه، صدقني لسه في ناس بتعمل كده. عن تجربه شخصيه، انا في واحده عجبتني، اانا رحت قلت لها انا عايز اكلم اهلك، اتقفلت مني. تقول لي يعني ايه تكلم اهلي، انا ما اعرفكش اصلا يعني، لا احنا نتصاحب الاول وافهمك وتفهمني ونشوف احنا هنناسب اصلا ولا لا، وبعد كده تعالى نورني بقى شوف اهلي. like what؟ تاخد راي نو اوفنس في حقها، تاخد راي نو اوفنس. لا نو نيد نو اوفنس. بس انا هتكلم بشكل مجمل ان زي ما انت قلت كده على الولاد، فالبنات نفس الشيء واكتر شويه. ان البنت لما بيبقى ليها تجارب او علاقات واكسبيرينسز كتير مع الجنس الاخر، تمام، لما بتيجي ترتبط ما بتعرفش تكمت بسهوله، وبيبول رون ذيم سيلفز، سواء رجاله او ستات، سواء ولاد او بنات. كونك دخلت في علاقات كتير بشكل unnecessary. احنا كرجاله ربنا ادانا القدره نتجاوز شويه في الحته دي. لما بتلاقي اللي بتوكيوباي دماغك خلاص هي دي وبتحبها، تلاقي ان الراجل ممكن يحب، لكن الست دايما بتحب مره واحده فعليا بشكل حقيقي، وبتفضل طول عمرها بتحاول تيميتيت الاكسبيرينس بتاعت الحب دي، ما بتعرفش. فدي برضو الناس محتاجه. it might sound a little bit sexist but it's not. هي الدين قال كده، وعلم الاجتماع بيقول كده، وعلم النفس بيقول كده، ان فاللي انت بتتكلم فيه نقطه مهمه جدا وحقيقيه على الجنسين، بس بدرجات مختلفه. فاهمني؟ يعني الفكره ان الرد على بلاك ستار ان هو احنا ليه بنحاول نفجر اوت والدين قايل كل حاجه، بس احنا مش بنفولو الدين زي ما هو مطلوب. ازاي نو اوفنس، بس هي دي الخطوبه؟ لا مش دي الخطوبه. في الخطوبه انتوا تعرفوا مع بعض باطار شرعي، وفي ليميتيشنز نفسيه وعاطفيه وحاجات تانية انت احنا فاهمين كلنا بنتكلم عن ايه معينه. مش فاكر سمعت حد بيتكلم على حته الخطوبه دي. كمل وين ات انسوبرفايزد، يعني مفيش حد شايفك وانت وهي اصحاب، بتتكلموا في شات برايفت وبتخرجوا مع بعض لوحدكم ورايحين جايين، الهرمونات بترياكت هنا بسرعه مع بعض، وبنخش في اجواء هي مش اجواء خطوبه اطلاقا، من وجهه نظر الشرعيه والاجتماعيه بتخلينا نوصل احيانا لحيطان سد مع بعض لما المشاكل الحقيقيه بتقدر تطلع والدوبامين فعلا بيخلص. والمشاكل دي بتكونوا وصلتوا لها بدري، فلاني انت مش متجوز ولا هي متجوزه، انتوا مش متجوزين بعض، فما عندكوش سبب حقيقي يخليكم تحاولوا تحلوا المشاكل دي، فبتسيبوا بعض. انت عارف حته الامور خدت وقتها وانتم متجوزين، كنتوا هتحاولوا اكشولي تحطوا ايفورت انكم تحلوا المشاكل دي بشكل صحي مع بعض. حته الخطوبه دي يعني لو هتتكلم برضو كدينيا، يعني الخطوبه ما بتديش للاثنين المخطوبين اي صلاحيه، الا بس ان هو انت بتقول انا يعني زي ما تقول انا حاجز البنت دي والبنت دي للراجل ده، والناس بتعرف بحيث ان هو يبقى الموضوع بسيط. وطبعا بس وخلصنا. ده الصلاحيه الوحيده اللي هي بتديها لك، ان البنت ما ينفعش تتخطب لراجل تاني وذات ست. انما اللي بيحصل طبعا مهلبيه، ما لناش دعوه، اللي بيحصل ده الواقع حاجه تانية خالص. هي نوعا ما متاخده من الثقافه الغربيه اكتر من مجتمعاتنا وديننا. فكره ان انا ما نجرب كلنا بعض واللي يلاقوا نفسهم مناسبين يلا نكمل، بس بموضوع اقل انفتاحا من الغرب. يعني هو نفس الكونسيبت اللي الغرب بيعمله بس بشكل اقل انفتاحا شويه.
what I'm saying might sound offensive، بس انتوا اتكلمتوا في الدين وفي الاجتماع وكذا، فاحنا بنتكلم صح. الصح صح معروف وكلنا عارفين الصح ايه، والغلط غلط معروف وكلنا عارفين الغلط ايه. وان الصح بيتم عمل ليبلنج ليه بكلمه جواز صالونات، بكلمه مش عارف ايه، والغلط بيتم عمل ليبل ليه شكله احلى بكلمه نتصاحب ونعرف بعض او كون ده بيحصل ما ينفيش ان ده صح وده غلط. انا كان حد مؤخرا سالني انت بتريكومند ايه، لان في ناس كتير بتسافر فعشان يعمل فلوس بره ما بيجيبش اسرته او مراته او كذا معاه، وبيفضلوا في ديستانس ما بينهم. انت ديستانس بتخليكم متشوقين لبعض وحابين بعض وكذا زي ما انت قلت من الصور القديمه بس بتتغرب في نفس الوقت. بس يا at some point you start getting frustrated، وساعتها بتبداوا تبصوا بعيد عن بعض. دليل الناس كتير من اللي بتسافر الخليج وتسيب مراتاتها بتلاقيهم متجوزين بره ومش قايلين. والدين اصلا نهى عن انك تتفرق ما بينك وبين مراتك او زوجتك فوق ال4 شهور ل6 شهور ماكسيمم، وبعد كده يحق لها تطلب الطلاق شرعا او تطلب ان هي تتفرق عنك، لان الدين راعى النفسيات بتاعتهم. انا ما بقى شايف ان انا شخصيا لو هتجوز وهمسافر هاخد مراتي معايا 100%، مش هقبل حتى لو هضطر ارجع اقعد معاها في مصر واسيب شغلي هعمل كده. ليه؟ لان انا شايف ان شيء غير صحي الفرقه البعيده على المدى البعيد او طول الوقت في العلاقات. في واحد كان اتكلم في الموضوع ده، كان بيحكي الاكسبيرينس بتاعته وهو كان مخلف، ان هو اكتشف ان عودته من السفر وهو وولاده وحشينه ومراته وحشاه واهله وحشينه، ان هو بقى يرجع ولاده بيدوروا على الهديه اللي هو جايبها لهم من السفر بالظبط. مش ان هو كابوهم راجع من السفر، لان هم تاقلموا على العيشه اصلا من غيره. في حاجه حصلت هنا في الكويت، كان موجه لغه عربيه درجه اولى، يعني مدرس درجه اولى موجه هنا في الوزاره، والراجل كان عامل في مول فلوس في مصر وامبراطوريه وكذا، رجع لقى ولاده بيطردوه بره البيت. was that bad. والام ما كانتش اصيله الى الدرجه، وكانت على طول بتعصي الاولاد على ابوهم وشوف ابوكوا سايبنا وكذا، فطلع ان كل اللي كانوا اولاده عاوزينه فلوس اللي هو بيبعتها وما عندهمش حتى اي عاطفه ناحيته، بيقولوا له احنا نعرف عنك ايه، انت مجرد الاي تي ام اللي بتبعت لنا طول الوقت من بره. ففي العلاقات ايا كان نوع العلاقه، سواء علاقتك باولادك، علاقتك بمراتك، علاقتك بخطيبتك، ايا كان، البعد فترات طويله مش حاجه صحيه اطلاقا، ومع الوقت بتتضايقوا وتزهقوا من بعض. بوينت اوف فيو صحيح. يعني هو موضوع بس من الاول بدا ان الواحد بيبقى قلقان ان هو يو نيفر نو، فزي ما بتقول هو الواحد لازم ياخد الريسك والله اعلم بقى، يعني زي ما سيدنا محمد قال اصفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك بالظبط. وقفلت على دارك كده. بيقول نقطه يا دارك، انت لو حاضر النقاش من اوله احنا اقرا كومنت عشان ما لحقش اقرا، فاقرا انت بقى. هو بيقول المشكله ان ملاحظ ان كل الكلام ازاي تكون موظف شاطر، مش ازاي تعمل بيزنس وتكسب فلوس، وده مش هيحصل وانت عقليتك ازاي تتطور كموظف لحد تاني. مفروض فترتك كموظف ما تطولش وتبدا تطور من نفسك ان يكون عندك بيزنس بتاعك. طب ده الكلام ده عظيم، بس خليني اقول لك حاجه تانية. بالظبط، فولدر قال لك عظيم وفي نفس الوقت لا. هقول لك دلوقتي. بص يا حبيبي، انت مش كل ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، تمام؟ مش كل الناس ينفع يبقوا بيزنس اونرز، مش كل الناس ينفع يبقوا كذا. لا، في ما هم ايه البيزنس هيمشي ازاي من غير موظف؟ انت كواحد هتفتح بيزنس ستيل عاوز موظفين، عاوز ناس عقليتهم موظفين كويسين، تديهم حقهم وكل حاجه، بس في نفس الوقت في حاجه للموظف. خد يعني ايه تديهم حقهم؟ خد بس هنا هبوظ البيزنس اللي في العالم كله. هي النقطه اللي هو بيتكلم فيها كده، ما بالظبط. هنا عاوزين نفرق ما بين البيزنس بشكل صحي من وجهه نظر الاسلاميه، ما بين البيزنس بشكل غير صحي من وجهه نظر الراسماليه القح. ماشي اقنعتني. ده طبعا نقاش يطول شرحه، مش هنتكلم فيه النهارده او دلوقتي. بس اللي انا عاوز اقوله لك ان انت راجل عاوز تفتح بيزنس، ما تفرضش وجهه نظرك على الناس كلها. مش كل الناس اصلا اورينتد ان هي تفتح بيزنس. في ناس مخها على قد الوظيفه، في ناس هو عاوز يروح بيته، خد الراتب اخر الشهر، يترمي في حضن مراته وولاده، حياته مبسوطه، ما عندوش ستراجلز ماديه للدرجه، وهو عايش يومه كده مبسوط، ونعبد ربنا يا معلم ونخش الجنه ونجوز الواد والبت وشكرا. في ناس طبيعتها كده، مش عيب في خالص في حياتهم. وفي ناس عاوز تعمل فلوس وتفتح بيزنس وتغتني وتسافر وتعمل وكذا، برضه مش عيب، ده مطلوب وده مطلوب. الفكره ان لو انت هدفك البيزنس وحاطط نفسك في حته الموظف، انت كده غلط. الهيحف على قد البرد. والله. الفكره ما يبقاش التارجت بتاعك فلوس وتروح تعمل نفسك وتبقى موظف. لا، مفيش وظيفه هتديك فلوس. عمرك ما هتشتغل من 5 ل 9 وتاخد فلوس، ولا من 9 الصبح ل 5 بالليل وتاخد فلوس. هتاخد اللي يكفيك بالملي،
ودي اي حد ماشي في كارير باث بيكتشفها مع الوقت. بص انا عايز انهي كلام على كده لان انا بصراحه جعان، بس انا انهيه بحاجه بسيطه جدا، ان وبمثال برضو ان ايا كان انت بتسعى ازاي ربنا هيكرمك. اديك المثال على حاجه زي كده، واحد حقيقي ده حصل معايا انا شخصيا مع واحد، ودي حاجه يعني انا بشكر ربنا ان انا كان ليا السبب فيها، يعني الحمد لله ان انا كان ليا دخل في او ان ربنا سخرني كوسيله للشخص ده ان هو يجيب له رزق يعني. فراندوملي كنت في ايفنت في لعبه، مش هدي اسامي عشان مش عايز احدد مين الشخص ده. كنت في ايفنت في اول السنه دي، وواحد من اللعبه كان جاي يكلمني بيقول لي انا كنت هوست الايفنت، وفي واحد كان جاي يكلمني ما يعرفنيش، لو ما كانش يعرف انا مين. وبعد كده لما سلمت عليه وبتاع وبدانا نتكلم بالصدفه، ايه ده هو انت نيو فولدر اللي كنت في بطوله ما اعرفش ايه السنه اللي فاتت؟ انا افتكرتك. وبدانا بقى نتصاحب شويه، نتكلم شويه مع بعض، وبدا ان هو يحكي هو مهندس ميكانيكا لسه مخلص الجيش، او مش مخلص الجيش، اللي واخد اعفاء. والله ما فاكر ميكانيكا ولا كهرباء ولا ايه، المهم. فبدا يسالني بيقول لي طب انا عايز ان انا اشتغل في المجال اللي هو الكاستنج وكومنتيتنج، وان انا اعلق على البطولات والكلام ده، بس انا مش عارف ابدا ازاي ومش عارف اروح منين وانا بحب ان انا اتكلم على الكاستنج والكلام ده. فقعدت اتكلم معاه عشوائي كده شويه، طب اعمل، طب اسعى، طب حاول، طب ما اعرفش ايه. فهو خد الكلام مني وقال لي اوكي خلاص انا همشي على الكلام اللي انت بتقوله، لان انا اقترحت له اللي هو اعمل بطولات على الستريم بتاعك، لان هو كان بيعمل ستريم. قلت له لا، ما تكتفيش ان انت بتطلع الستريم وخلاص، اعمل تورنمنت لنفسك، الكوميونتي تورنمنت ليك انت، وكومنتيت عليها، يعني انت خليك الكومنتيتور بتاعها والهوست بتاعها وكل حاجه، وده هيعتبر حاجه كويسه للسي في بتاعك. وبعد شويه في الايفنت كان في ماتش احنا بنتفرج عليه، يعني ماتش بيتلعب. فطلبت من التكنيكالز يعني ان هو لو سمحتوا اقفلوا صوت الستريم، ورحت مطلعه على الستيج، اتفضل يا باشا الميكروفون اهو، علق لنا على الماتش قدام الناس، حاجه اون ذا سبوت كده، حاجه فجاه كده. راح معلق على الماتش، حاجه طبعا كان متوتر جدا وكانت صعبه جدا، بس ان هو يعلق قدام شركه اللي هي كانت منظمه الايفنت، ويشوف التالنت مانجرز يشوفوه ويتصور وينزل اون سوشيال ميديا، يبقى ليه صور وهو ماسك الميكروفون والكلام ده كله كان كويس ليه. بعدها الكلام ده كان في اول السنه دي في شهر 1. في نهايه شهر 3 الشخص ده كان في الامارات، متاخد ان هو يعلق على بطوله كبيره جدا موجوده في الامارات في اللعبه بتاعته. فانا قابلته هناك، ويعني انا عرفت ان هو اصلا كان رايح البطوله دي من قبل ما هو شخصيا يعرف. بس لما شفته هناك انا اتبسطت ان انا شفت حد زي كده، لسبب ان الكلام اللي انا قلته له، الكلام اللي انا قلته لناس كتير قوي، ناس كتير سالتني نفس السؤال اللي هو ساله، اللي هو انا عايز اكومنتيت ابدا ازاي. اديته سكه، قلت له والله جرب اعمل البتاع ده على الستريم. راح كل الناس اللي انا قلت لهم الكلام ده، والكلام ده رغم ان انا قلته كتير جدا كمان اون ستريم، ناس كتير قوي شافته، وناس كتير كانت مهتمه ان هي تكاست، ولا واحد حاول الا هو الوحيد اللي خد الكلام اللي انا قلته له وراح بالفعل عمل البطولات وبدا يعلق عليها، وفعلا سعى في حاجه زي دي، ومن اللامكان لان هو اتعرف، لان هو راح في الداتابيز بتاعه الشركه اللي خدته في الشغل في البطوله اللي هناك، وفجاه لقى نفسه في الامارات. رحت قابلته حرفيا قبل ما ارجع مصر ب3 ايام. سلمت عليه وكده، وقال لي انا ما اعرفش الشغل ده جالي منين. قلت له نصيبك، يعني انت عملت حاجه بسيطه جدا، ان انت سعيت وتعبت وعملت البطوله، وكان حرفيا بيعملها يوميا، وبيعملها from A to Z، من ديزاينز، ستريمز، كومنتيتنج، هوستنج، ادمنستريتنج للتيمز وكل حاجه، ويعمل اناونسمنت. كانت حاجه حلوه ان هي كفيرست تايم ويعمل حاجه زي دي، كان باين فيها المجهود، باين فيها التعب ان هو يحاول يطلع حاجه زي دي. البيج بتاعته القديمه كانت اتسرقت، وراح عامل بيج جديده، والفيوز باظت، وحاجه كانت ماشيه معاه زي الزفت. الكلام ده السنه اللي فاتت. بس لمجرد ان هو فضل ان هو يسعى ويحاول ويمشي، وهو ما يعرفش النتيجه هتيجي ازاي، ربنا كرمه في الاخر بحاجه ما كانش يتخيلها تماما، ما كانش عنده اي فكره عنها، ولا يعرف ان ممكن يحصل له حاجه زي كده. بس لمجرد ان هو تعب سعى، الرزق جه من عند ربنا. الكلام ده حصل معانا شخصيا. ايه الفرق بينه وبين كل اللي انت حكيت لهم؟ ان هو يعني نفذ، انت ان هو تعب بالظبط. لايف فيفرز ذا بول، بس الناس اللي بتتحرك، الجريئه اللي بتاخد الخطوه.
لحد هنا انا اكتفي بهذا القدر النهارده. مش عارف ممكن انزل البودكاست دي على اليوتيوب او لا، ام not sure بصراحه، بس هفكر فيها الاول. وشكرا عبد الله، نورتني شويه دول. شكرا وكل سنه وانت طيب تاني يا حبيبي. ومبسوط والله ان احنا اتكلمنا مره تانية، لان بقالي كتير قوي ما كلمتكش ولا شفتك. انا خلاص جيت الستريم تاني اهو اخيرا. هو بس نقله من الفيس لتويتش بالنسبه لي، مش بالنسبه لنا تويتش كلنا يعني معانا. واتمنى ان يكون اي حد عرف ان هو يستفيد اي حاجه، او باله هدي شويه، او خد اي موتيفيشن ان هو يعمل اي حاجه في حياته. توفيق لكم جميعا. وذاتس ات فور اس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.